يا هلا يا هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد ومن انميات الخريف، فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك عشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخص. وبتبتدي الحكايه وبنشوف ان في واحد بيكون بيبص على صوره بنوته، والبنوته دي بتعجبه جدا، وبيقول البنوته دي انا ادخلها حياتي عشان تفركشها. وبنعرف ان البنوته دي اسمها يوشينو، وجدها بيكون اكبر رئيس عصابه، والمنطقه اللي بيكون عايش فيها اسمها تنسان. وبيبلغ البنوته ان هو يخش تحالف مع عائله اسمها ميامي، ودي اكبر عصابات المافيا والياكوزا اللي موجوده في مدينه طوكيو. بس البنوته مش بتكون مهتمه بالكلام بتاعه، بتقعد تقول له ايه اللي انت بتقوله ده جدي، وانا ايش حشرني. وبتقول ان حفيدهم اصلا دلوقتي بيدوروا له على عروسه، وانا خايفه ان انا اتورط في الحوار ده كله. فالجد بيقول لها هو في احسن من كده يا وليه، انت تتجوزي حفيدهم. فبتقعد تزعل وبتقول له ان انا عمري اصلا ما شفته قبل كده، وكمان انا ما اعرفش شخصيته. فجدها بيقول لها انا مستعد اقول لك على كل حاجه، واصلا انت بقيتي 17 سنه يا وليه، ولحد دلوقتي لا اتخطبتي ولا اتجوزتي ولا في حد عبرك، وسمعتك زي الفل. وبيقول لها علشان انا جدك فانا اعرف مصلحتك كويس، وانت هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. فالبنوته بتحس ان هي اتورطت في الخطوبه دي، بس ما بيكونش في ايدها اي حاجه تعملها علشان تبوظ الخطوبه دي. وجدها ساعتها بيطردها من البيت، والبنوته بتتكل على الله وبتروح. بعد كده مدينه طوكيو، وبتتصدم من حجم البيت الكبير، وده بتاع عائله توساكا، وبتخش علشان تقابل خطيبها. وساعتها بيجي لها زي عائله توساكا، وبتكون مصدومه ان هو امور جدا وجميل. فبيجي لها شويه تفاؤل، وبتقعد تساله وبتقول له هو فين حفيدك بقى يا امور. فبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، ما هو واقف وراك من الصبح. وفعلا بتتخض لما بتلاقي ان هو واقف وراها، وبيبتدي ان هو يرحب بيها، وبيعرفها على نفسه، بيقول ان انا اسمي كوروشيما، وبيقول لها ان انا اسف جدا ان انا خضيتك. وبيقرر ان هو ياخدها جوله علشان يفرجها على البيت كله. وهو بيفرجها على البيت، البنوته بتقول له ان انا مقدره كل الترحيب الجميل اللي انت عملته، بس لحد دلوقتي انا اصلا ما وافقتش على الخطوبه منك، وانا شكلي كده عارف. فبطلنا بيقول ان انت اصلا من حقك ان انت ترفضي الجوازه دي، علشان احنا ما نعرفش بعض خالص وما تقابلناش قبل كده، وواضح انك مجبره على الجوازه دي اصلا. وبيقول لها انا كنت فاكر ان انت هتقابليني بشكل احسن من كده، وعلى الاقل هتكوني مبتسمه. وبعد كده بتروح المدرسه الثانويه بتاعتها، وبتقول اللي انا عملته ده وسمعت كلام جدي، وبتقول يا ريتني كنت رفضت طلبه. بس بتصدم لما بتشوف ان كيروشيما موجود معاها في نفس المدرسه، وبينادي عليها وبيقول لها انا عرفت فين الفصل بتاعك. وهم ماشيين بيقعد يتكلم عن المواد الدراسيه اللي هي بتحبها، وبيعرض عليها ان هو يوصلها كل يوم من المدرسه ويوديها بنفسه. بس طبعا بترفض طلبه ده، وبتقول له ان انا حابه ان انا اروح واجي المدرسه دي لوحدي، وده من غير ما اي حد يوصلني. وبعد كده بيوصلها للفصل بتاعها، وبيقول لها خلاص انا اشوفك في اخر اليوم الدراسي. وبيكون بيتعامل معاها بكل حنيه وذوق، وبتكون مستغربه وبتقول ان ده اكيد مش حفيد عائل بتكون من اكبر العصابات في مدينه طوكيو. ولما بتكون قاعده في الفصل في امان الله، بيجي لها 3 من البنات زمايلها، وبيقول لها ان النهارده اول يوم ليكي في المدرسه هنا، ولقيناك ان انت جايه مع كيروشيما وكان بيوصلك، وسمعنا ان انت جايه من مقاطعه اوساكا، وانت كده على علاقه بيه ولا لا. وبيكون واضح ان البنات دي كلها بتحب بطلنا، ومتضايقين ان البنوته جايه معاها اول يوم مدرسه. فبتقول لهم ان انا مش عربت ولا حاجه، وان احنا مجرد ان عائلاتنا طلعوا ان هم يعرفوا بعض، ولما بيعرفوا كده بيسيبوها ويمشوا. ولما بتخلص الحصه بتاعتها، بيلاقي ان البنات كلها بيكونوا قاعدين بيبصوا عليها وبيحسدوها ان هي اول يوم في المدرسه وجت مع كيروشيما الشاب الوسيم. ولما بتقابله بتقول له واضح ان شعبيتك كبيره جدا في المدرسه، وكل البنات بتحبك جدا. فبطلنا بيقول ان مفيش اي حاجه بيني وما بين اي بنوته موجوده هنا، وكلهم اخواتي وبنصبح بس على بعض كل يوم، واكيد هم بيحبوني وبيحترموني علشان عائلتي من اكبر العصابات اللي موجوده في طوكيو. وبتساله بتقول له طب هم مش خايفين منك؟ فبيقول لها حتى لو خايفين مني فهم ما يقدروش ان هم يبلغوا الشرطه علشان سمعه المدرسه دي. وبيقول انا مش فارق معايا اصلا اذا كانوا يحبوني او يكرهوني. وبيكون واضح ان بطلنا واثق جدا في نفسه. وبالليل وهي في البيت بتكون عماله تفرك في السرير ومش عارفه تنام، وعماله تفكر في كلام بطلنا، وحاسه ان كلامه ونظراته دول غريبه جدا. ولما بتطلع بره الاوضه بتشوف ان في ضوء جاي من الشباك، ولما بتروح تشوف الضوء ده بتلاقي بطلنا ماشي مع افراد العصابه بتوع العيله بتاعته، بس بتلاحظ ان ايده كلها دم. وساعتها بطلنا بياخد باله ان في حد بيبص عليهم، بس على طول البنوته يوشن بتستخبى، وبتقول واضح ان هو شغال مع العيله بتاعته. وتاني يوم في المدرسه لما بتقابله بتقول له ان انا عاوزاك ان انت تيجي معايا بالليل علشان انا عاوز اشتري شويه حاجات ليا. فساعتها بطلنا بيقول لها خلاص نتقابل بالليل. ولما بيسيبها ويمشي بتقعد تفكر وبتقول يا ترى هو كان بيهبب ايه امبارح علشان ايده كلها تكون دم. وبتسمع مجموعه من البنات زمايلها وبيكونوا قاعدين بيتكلموا عليها، وبيقولوا ان عيله البنوته دي كانت مديونه علشان كده باعوها، وده علشان يسددوا الديون اللي عليهم، واكيد هي شغاله خدامه عندهم. وبتقابل بعد كده بالليل كيروشيما، وهم ماشيين بتقول له ثواني انا استاذنك لان انا محتاجه ان انا اروح اسحب فلوس من المكنه. وهي ماشيه ساعتها في حد بينادي عليها، وبيقول لها خلي بالك فستانك مقطوع. فبتتكسف على الاخر وبتقف، بس بتلاقي ان اصلا ده شاب متحرش هو اللي قال لها كده. وبتجمع بعد كده حواليها 3 شباب، وبتعرف ان ال3 دول سكرانين، وساعتها بيقعدوا يرخموا عليها وبيقولوا لها ما تيجي هنوصلك بس لاي مكان. والبنوته طبعا بتكون خايفه منهم، بس الولاد الكلاب دول بيجبروها ان هي تمشي معاهم، وبياخدوها على شارع ضلمه علشان يسرقوها.
وساعتها بطلنا بيجي وبيسحب واحد من قفاه وبيقول له اللي انت ماشي معاها دي يا معلم تبقى خطيبتي. فساعتها الراجل ابو شعر اصفر ده بيقول له امشي من هنا يالا علشان ما تتضربش. وساعتها بطلنا ما بيسميش عليه وبيكسر له ايده وبيمسكه من دماغه وبيقبضه في الارض وبيدغدغ له وشه وبيقعد يضحك بكل برود وبيمسك واحد تاني منهم وبيكون عمال يدي له بوكسات كتير جدا وبيشلفطه على الاخر. والبنوته ساعتها بتكون مصدومه من الغباوه اللي هو فيها دي وبتقول له كفايه كده قوي عليهم. بس بطلنا بيقول له وانا لسه عملت حاجه يا بنتي وانا لسه ده لا هزار. وبعد كده بيتكلم الواد اللي هو كان بيضربه ده وبيقول له خلي بالك البنوته اللي انت عكستها دي تبعي، وان انت لو حاولت تكلمها مره تانية او تكلم اي حد علشان تيجي تنتقم مني فانا ساعتها هذبحك وهخلص على كل عيلتك كمان. ولما بيخلص بنوته بتقول له احنا مش هنكلم الاسعاف عشان يلحقوهم. فبيقول لها ما تخافيش ان هم اصلا مش هيحصل لهم حاجه وكده كده مش هيموت. ولما بيمشي معاها بيقول لها طبعا انت ما فيش اي حد عكسك قبل كده ودي تقريبا اول مره تحصل لك. وبيقول لها طبعا انت قبل كده في حياتك ما حدش قرب لك لان هم عارفين ان انت حفيده الزعيم سوق واكيد هم خايفين منه. بس بيقول لها خلي بالك لان انت دلوقتي موجوده في مدينه طوكيو ودي مش مدينه اوساكا. والبنوته بتقول له خلي بالك لان هدومك كلها دم وكده الشرطه ممكن تيجي وتقبض عليك. فبطلنا بيقلع التيشيرت اللي هو لابسه علشان يغير هدومه وبتتصدم ان في وشم نمر بيكون مرسوم على ظهره وبتكون مرعوبه جدا منه. ولما بطلنا بيبص لها بيكون واضح ان هي خايفه جدا منه فبيحاول ان هو يقرب منها علشان يهديها بس هي على طول بتزق ايده. فبطلنا بيتخنق منها وبيقول لها انا كنت فاكر ان انت بنوته تقدري تسندي وسندال ومش بتخافي من اي حاجه وبنت راجل، بس واضح ان انت بنوته جبانه والبنات الجبانه دي اصلا ما بتعجبنيش وانا مش حابب ان انا ارتبط بيكي بعد كده. وبيقول ان انا كان نفسي اتعرف باي واحده ما عندهاش اي قلب ولا اي انسانيه وتقدر ان هي تضحي بحياتها، بس واضح ان انت جبانه وغلبانه على الاخر. بيقول لها ايه رايك ان انا اعرضك للبيع علشان انت مالكيش اي لازمه معايا دلوقتي وساعتها انت هتستفيدي بفلوس كتير جدا. بس بتكون خايفه ومش فاهمه هو قصده بايه بان هو يبيعها. فبيقول لها ان انت احسن لك ان انت ترجعي مدينه اوساكا وان انت ما تجيش هنا مره تانية. وبترجع بعد كده المدرسه بتاعتها ولما بتفتح الخزنه بتلاقي ان الخزنه كلها قرف والكتب كلها متبهدله وعليها طين وواضح ان هم في المدرسه بيتنمروا عليها. وطبعا البنات بيشوفوها من بعيد وعارفين ان هي مش هتعمل اي حاجه لان هي اصلا جبانه. والبنوته بعد كده بنشوف ان هي بتغسل حاجتها وبيجي لها اتصال من جدها وبتكون عماله تعيط وبتقول له ان هي عايزه ترجع مدينه اوساكا تاني. فجدها بيقول لها انا مش هسمح ان انت ترجعي بسرعه كده وعلى الاقل انت هتكوني موجوده معاهم ده لمده سنه وده لو حتى هم اضطهدوكي وفضلوا يتنمروا عليكي فانا عاوزك تستحملي وما ترجعيش قبل سنه. فبتتضايق ان جدها اصلا بايعها واصلا كمان مش طايقها يا عيني مكروهه. وبنشوف بطلنا ساعتها وبيكون بيعذب واحد من المساعدين بيقول له ان البنوته اللي كانت موجوده معاك اللي بقالها اسبوعين دي مختفيه يوم الظهر. بس بطلنا بيقول له ان انا مش عارف هي راحت فين. فبيقول له جدك لو عرف ان هي حصل لها حاجه او ان هي اختفت هيخلص علينا. وتاني يوم بنشوف ان بطلنا بيكون قاعد في الفصل وبتخش عليه البنوته يوشينو فبيكون مصدوم ان هي لسه موجوده في مدينه طوكيو وبتقرب منه وبتقول له فاكر لما انت قلت لي ان انت عايز تبيعني علشان تكسب فلوس كتير؟ انا ساعتها فكرت في الموضوع بتاعك واقتنعت بيه فانا قررت ان انا ابيع كليتي واعيش بكليه واحده وده علشان يكون معايا شويه فلوس. وبتقول له ان انا من هنا ورايح فانا قررت ان انا اغير شخصيتي لان انا مش حابه ان انا ارجع البنت الجبانه والخجوله واي حد بس هيضايقني فانا مستعد ان انا اخلص عليه. فبطلنا على طول بتعجبه طريقه الكلام الجديده دي وبيقع في حبها على طول وبيقول لها ايوه كده هي دي الشخصيه اللي انا عايزها وبيعرض عليها ان هو يرتبط بيها بجد وان هي دلوقتي خلاص بقت فتاة احلام. وطبعا هي بتتخض لما هو بيقول لها كده وبتقول له واضح ان انت متخلف وان انت اصلا محتاج تتعالج. وتاني يوم البنوته بتكون ماشيه وبتتسحب في المدرسه وبتكون بتحاول تستخبى منه علشان ما يعرفش مكانها وبتطلع الاكل بتاعها علشان تبتدي تاكل بس بتتصدم ان بطلنا بيطلع وراها من الشباك وبيقول لها ما تحاوليش تستخبي مني لان انا عارف انت بتروحي فين وبتيجي منين. فبتقول له ساعتها انت ازاي عرفت مكاني؟ فبيقول لها ان القاموس الالكتروني بتاعك يا عبيطه انا زارع فيه GPS علشان اقدر احدد تحركات. فالبنوته بتتعصب وبتقول له شكلك كده ناوي ان انت تموت على ايدي وبتقوم مدشمله القاموس بتاعها وبتتضايق ان بطلنا بارد وعلى طول مبتسم وهو بيتكلم معاها وبيقرب منها وبيقول لها ما تنسيش يا ولايه ان احنا عندنا بالليل ميعاد مع جدي علشان هو عايز يتكلم معانا في موضوع مهم. وبيوصلوا بعد كده البيت وبيكونوا قاعدين ومستنيين جدهم وده علشان يجي ويتكلم معاهم في الموضوع المهم. بس بيخش المساعد بتاعه وبيكون الراجل اللي اقرع اللي قدامك ده وبيقول ان جد كيروشيما عنده اجتماع مهم وان هو مش هيقدر يجي وبيقول ان انا موجود النهارده مكان. وبطلنا بيبتدي يعرف البنوته على المساعد اللي اقرع ده وبيقول لها ما تخافيش منه ان هو رغم ان هو اقرع بس هو طيب ومش بيخوف. وبيبتدي يقول لهم ان بنت رئيس شركه اكازا وبيقول ان البنوته دي اختفت بقالها فتره كبيره. فبتبتدي البنوته تسال عن شركه اكازا اصلا. فبطلنا بيقول ان عصابات الياكوزا عندنا بتتقسم زي الهرم بالظبط وان هم مكانهم رقم 3 وان العيله بتاعتنا رقم 2. والمساعد اللي قرع بيقول ان ممكن يكون في حد خطفها او هي هربت من البيت ومطلوب منكم ان انتوا تعرفوا مكانها وان انتوا ترجعوها مره تانية. وساعتها بيبص البنوته يوشن وبيقول لها ان احنا لازم نلاقيها في اسرع وقت ولا العقاب بتاعكم هيكون قاسي جدا. فالبنوته يوشن بتبتدي ان هي تخاف وتترعب والمساعد بيقول لها انا عايزك تكوني موجوده مع بطلنا طول المهمه دي 24 ساعه وما تسيبوش ابدا
وطبعا بطلنا بيكون فرحان جدا ان البنوته يوشينو هتكون موجوده معاه طول الوقت، ولما الاجتماع بيخلص بتكون ماشيه وداخله على الاخر وبتقعد تقول له ايه اللي وصلنا لكده، ايه اللي وصلنا لكده. وساعتها بطلنا بيقابلها وبيقول لها هو في اي حاجه مضايقاكي؟ فبتقول له واضح ان انا مضطره ان انا اكون موجوده في البيت ده ولفتره طويله. فبطلنا بيفرح وبيقول لها ان انا دلوقتي اسعد واحد في الدنيا عشان انت هتكوني موجوده معانا في البيت طول اليوم. وبتساله وبتقول له انت عندك اي معلومات عن البنوته المخطوفه دي؟ فبيقول لها تعالي نتعشى مع بعض الاول وانا هقول لك على كل حاجه. وبيعزمها بعد كده على عشوه غريبه جدا، وبتكون اول مره تشوف الاصناف دي، ولما بتبتدي تاكل الاكل بيعجبها جدا. وبطلنا بيكون قاعد بيتفرج عليها ومبحلق فيها، فالبنوته بتستغرب ان هو مبحلق فيها وبتقول له انا نفسي اعرف هو انت ايه اصلا اللي عاجبك فيا. وبتقول انت لو فاكر ان نظراتك دي هتخليني ان انا احبك وان انا ارتبط بيك فانت كده يبقى محتاج تتعالج في مخك. وبتقول هو من بعيد شكله هو طيب وكيوت، بس هو من جواه وحش مرعب زي الوشم اللي هو وشمه على جسمه. وبعد كده بطلنا بيديها الصوره لبنت رئيس شركه اكازا علشان تعرفها، وبتاخد بالها من وشم موجود في ايديها. وبطلنا بيقول ان هي ما عندهاش اي سجل اجرامي، وانا اتكلمت معاها من سنتين قبل كده واتعرفت عليها. وبيقول بنسبه كبيره يا اما البنوته دي هربت او في حد خطفها علشان يطلب من اهلها فديه. وبيكون عمال يضحك زي العبيط، فالبنوته بتقول له انت مش خايف ان الموضوع ده اصلا ممكن يحصل لنا احنا كمان؟ فبيقول لها ان هو اصلا مستحيل ان هو يحصل لي لان انا حفيد اكبر عائله ياكوزا موجوده في طوكيو، بس بالنسبه لك فانت ممكن تتخطفي عادي جدا. وبتتصدم لما بتعرف ان بطلنا كيروشيما مش حفيدهم على طول، بس هم اتبنوه هو لسه عيل صغير. وبيسيبها بعد كده وبيمشي وبيقول ان انا عندي مشوار مهم، وبيقول ان في واحد من اعضاء شركه كذا هو كمان اتقتل. والتاني يوم في المدرسه هو بيكون قاعد مع البنوته بيقول لها شويه معلومات عن الراجل اللي اتقتل امبارح، وبيقعد يقول لها ان الراجل اللي اتقتل امبارح ده كان بيدير مجموعه من شركات اكازا، وكان على علاقه ببنته اللي اتخطفت هي كمان، والاتنين كانوا حياتهم كلها بيقضوها في المراهنات. فساعتها بتساله وبتقول له انت عرفت المعلومات دي كلها ازاي؟ فبيقول لها طبعا انا مش هقول لك عن اسراري. فبتتعصب عليه وبتكون مش طايقاه، وبيقول لها انا اقدر اعرف اي معلومات ليها علاقه بمنطقه توساكا، بس بره منطقه توساكا انا ماليش ان انا اقدر اعرف اي حاجه. وبيقول ان طوكيو بتتقسم لثلاث عشاير، وهي عشيره توساكا وعشيره ايشيرو وعشيره كتابابي، وان ما ينفعش اي حد يتجسس على منطقه التاني. وتاني يوم البنوته بتكون راكبه مع مساعد منهم، وبيقول ان بطلنا مشغول وعنده مشوار عشان كده هو كلفني ان انا اروح معاك المشوار. فساعتها بتستغل الفرصه وبتحاول تعرف معلومات عن بطلنا، وبتقول ان ازاي اكبر عائله في الياكوزا بتضم واحد مش من فصيله دمها. فبيقول لها ان بطلنا وهو صغير عجبهم جدا لان هو قبل كده ضرب 20 واحد كانوا موجودين في الفصل بتاعه وكسر عظمهم كله. والبنوته يوشينو ساعتها بتاخد بالها ان في بنوته داخله مع مجموعه شباب كازينو، وبيكون موجود في ايديها نفس الوشم اللي هي شافته لبنت رئيس شركه اكازا. فبتخش وراها الكازينو على طول وبتتصل ببطلنا وبتحكي له على كل حاجه. فبيقول لها خدي بالك منها وانا عاوزك ان انت تراقبيها كويس، وبتبعت له صوره وعنوان الكازينو اللي هم موجودين فيه علشان يقدر يوصل بسرعه. وبنشوف المساعد اللي قرع بيكون بيتكلم مع جد بطلنا وبيقول يا ترى احنا نسيبه يتصرف ولا نساعده؟ فجد بيقول له احنا لازم نسيبه ان هو يتصرف علشان انا عايز اشوفه هو هيتصرف وهيعمل ايه بالظبط. وبنشوف ان بنت رئيس شركه اكازا بتكون قاعده مع مجموعه من الناس وبتتكلم معاهم وبتقول ان انا ابويا دايما بيراقبني ودايما كل الناس بتراقب تصرفاتي وانا زهقت من الموضوع ده، خصوصا لما بيشوفوني ان انا بضيع فلوس كتير جدا على المراهنات. وهي قاعده بتتكلم معاهم بنشوف ان بطلنا بيرزع الباب وبيخش عليهم وبيقول لهم انا اسف ان انا قطعت المحادثه اللذيذه الجميله اللي بينكم، وبيعرفهم بنفسهم وهو يشنو. فبيسالوا البنوته بيقولوا لها هو انت تعرفيه؟ فبتقول ان انا اول مره اصلا اشوف. وبيقولوا له هو انت ايه اللي جابك وانت عايز ايه اصلا مننا بالظبط؟ وبطلنا بيقول ان انا جاي علشان حاجه تانية خالص. وبيقول لها انا عايز اعرف ابوك هرب وراح فين بعد ما بنته نصبت على رئيس اكبر منظمه وسرقت منه 50 مليون. وساعتها بيقول لها ان انت احسن لك ان انت تلغي رحله الهروب بتاعتك وان انت تيجي معايا على المكتب علشان احقق معاكي. وفجاه الباب بيفتح من ورا يوشينو وبنلاقي ان ثلاثه بيكونوا واقفين ورا البنوته يوشينو، واحد منهم بيديها بالبوكس وبيرميها على الارض. تقريبا الثلاثه دول بيكونوا داخلين علشان ينتموا من بنت رئيس شركه اكازا، بس الناس اللي جوه اول ما بتقوم علشان يتخانقوا معاهم بطلنا على طول بيدي اتنين منهم رجل قويه جدا وبترقدهم. وساعتها بيمسك واحد وبيحط شوكه في عينه وبيخرقها له، وبيروح ماسك الطفايه ورزع التالت بيها في دماغه. وتقريبا بطلنا مش بيرحم اي حد، وبيقعد بعد كده يضرب ويطعن في كل الرجاله اللي موجوده في الاوضه. والبنوته يوشينو ساعتها لما بتشوفه بتفتكر الكلام اللي اتقال عليه لما عرفت ان هو ضرب 20 واحد، وده لما كان بس صغير. وبيقعد بطلنا بعد كده يرقد للعيال دي كلها. وبنشوف ان البنوته يوشينو ساعتها بتكون اتعصبت على الاخر علشان هي اتضربت، وبتقول انا النهارده مش هسكت ومش هكون سلبيه، وبتطلع الاستشوار بتاعه وبتقعد تضرب في الرجاله اللي واقعه. وبنشوف ان في واحد بيكون لسه هيجوم على بطلنا بازازه الخمره من وراه، بس البنوته يوشينو بالاستشوار اللي معاها بتنزل على دماغه وبتكون متضايقه ان الاستشوار بتاعها اتكسر، وده لما استخدمته في الخناقه. وبطلنا ساعتها بيقول لها ان انت بتنزفي من وشك، وبيكون متضايق جدا وبيقرر ان هو هيرجع يخلص على الراجل اللي ضربها بالبوكس. فبتقول له ده اصلا مش من اثر الضربه، ده من اثر ان انا وقعت على وشي. فبيقعد يقول لها ولو انا هكسر دماغه
وبيقعد يكسر في دماغه. فبتقول له يا غبي انت كده مش هتستفيد اي حاجه لو قتلته، ويلا بينا نتكل على الله من هنا. وبنلاقي حرفيا ان بنت رئيس شركه اكازا بتكون مرميه على الارض ومغمى عليها بسبب العركه اللي هي شافتها. وبنعرف بعد كده ان رئيس شركه اكازا طردوا من المنظمه بتاعتهم، وكمان بنته هربت من اليابان عشان تستخبى. وطبعا بما ان المهمه بتاعتهم فشلت، فالنتيجه لكده بنشوف ان بطلنا بيكون خد علقه كبيره جدا. وده اول لما بيكون وصل، وبيطلع قدامها شنطه بيكون فيها 5 مليون، وبيقول لها ده نصيبك بعد ما لقينا بنت رئيس شركه اكازا. بس بتكون رافضه ان هي تاخد الفلوس. بس بطلنا بيقول لها ان ده حقك بعد ما بعت الكليه بتاعتك واديتيني الفلوس بتاعتي. بس بتقول له ان انا اصلا مش محتاجه الفلوس دي، وكل اللي انا عاوزاه ان انت تجيب لي الاستشوار الجديد بدل اللي اتكسر اخر مره. ولما بيخرجوا من المدرسه بنشوف انه في واحد قاعد على موتوسيكل ريس وبيكون بيراقبهم من بعيد. وبطلنا بياخد باله ان في حد بيكون قاعد بيراقبهم. فالشخص اللي قاعد على الموتوسيكل ده بيقلع الخوذه بتاعته، ونظرته بتكون كلها تحدي لما بيبص على بطلنا. وبعد كده بيسيبهم وبيمشي، ومش بنعرف حاجه عن الشخص اللي كان بيراقبه. وبنشوف بالليل بطلنا بيكون قاعد بيعطف ويلطف، وده مع واحده زميلته. وبنشوف ان هو طول القعده بيكون قاعد يتكلم عن بنوته يوشينو، وقد ايه هي بنوته جميله، وان هو قد ايه هو بيحبها، وان هو واقع في شاشته على الاخر. وصاحبته ساعتها بتقعد تقول له هو انت ايه اللي عاجبك فيها؟ ولما بتبص على صورتها بتحس ان هي بنوته عبيطه ومتخلفه. وبتقعد تقول له هي ممكن ان هي مش بتحبك علشان ممكن بتكون بتحب شخص تاني، وان هي ممكن تكون عايزه ترتبط بيه. فبطلنا بيقول ان هي حتى لو كانت بتحب واحد تاني فانا هفضل احبها، وانا اكيد مش هسيبها ابدا. وبنروح للبنوته يوشينو بعد كده، وبتكون نايمه بالليل، وبتكون حاسه ان في حد موجود معاها في الاوضه. بس بتكون فاكره ان ده حلم، وان اللي موجود معاها ده جدها. بس بطلنا المريض بيكون هو اصلا اللي عندها في الاوضه، وبيكون عمال يتفرج عليها وهي نايمه. وتاني يوم بنشوف ان البنوته بتصحى من النوم، وبتتاكد ان ده ما كانش حلم اصلا، وان فعلا كان في حد موجود في الاوضه معاها. وبيجي في بالها اول واحد بطلنا، وبتقعد تقول يا ترى الحيوان ده كان عايز ايه مني، وازاي المجنون ده قدر ان هو يخش مع اني حاطه ترابيز كتير وقافله الباب كويس. وبتقول ان هو علشان يقدر يخش فهو لازم اكيد يكسر الاقفال دي. وبتقعد تقول انا لازم اعرف المتخلف ده دخل هنا ازاي، وهو عايز مني ايه. وبتشوف سكينه وبتكون موجوده قدامها، وبتقرر ان هي تاخدها بالليل وتحطها جنبها، وده علشان تثبته لو جالها تاني يوم. وبنشوف ان هي بتنام بالليل، وبطلنا بيجي لها برضه، وبتقول يا ترى المريض ده عايز مني ايه، وبتقول شكله جاي علشان يذبحني. وبتقعد تتقلب وبتعمل نفسها نايمه. وبنشوف بطلنا ساعتها بيكون عمال يلعب لها في شعرها، وساعتها بتقوم ماسكه السكينه. بس بطلنا بيقدر يلحق نفسه في اللحظه الاخيره وبيثبتها في الارض. بيقول لها يا وليه يا غبيه انت خضتيني، وانا كنت فاكر ان انت نايمه. بس البنوته بتقعد تزعل وبتقول له يا حيوان انت اللي خضتني، وانت بتهبب ايه هنا بتعمل ايه. وبتضربه على دماغه وبتقول له ازاي دخلت هنا. وبتقول له ان انت لازم تحترم الادب العامه وتحترم خصوصيات كل الناس، وبالذات لو كانت بنوته ونايمه. وبتقعد تسال بطلنا وبتقول له انت كنت بتهبب ايه عندي في الاوضه طول اليوم بالليل. وبطلنا بقلب حنين بيقول لها ان انت دايما بالنهار كل ما ابص لك بتكوني متضايقه مني، وبحس ان انت عايزه تتفي في وشي، فعلشان كده انا بستغل دايما فرصه ان انت تكوني نايمه، وده علشان اقدر ابص عليكي براحتي، وده من غير ما اضايقك. وكمان بحب اشوف شكلك وانت هاديه ونايمه بالليل. فالبنوته طبعا بتبص له وبتكون مستغربه الاجابه اللي هو بيقولها، وبتحس ان هو عبيط على الاخر. وبتاخد بالها ان بطلنا واخد بوكس في عينيه. ولما بتساله عن السبب بيقول لها ان الموظف المسؤول عننا اداني علقه محترمه، وده علشان انا خرجت بره البيت، وده في حظر التجوال. وبطلنا بيقول ان احنا عندنا حظر تجول، وده بعد الساعه 1 بالليل، بس انا طول حياتي ما شاء الله عمري ما التزمت بيه، فعلشان كده دايما بتضرب. والبنوته بتعرف كمان ان هو عامل نسخه من المفاتيح بتاعتها، وده عن طريق ورق الومنيوم علشان يقدر يفتح الباب بتاعه ويفك كل الاقفال، وده لما بتكون نايمه علشان يقدر يخش عندها. وبتعرف لما بتقرب منه ان هو كان سهران مع بنوته امبارح، وبتقول له شكلك عيل تلفان يالا وخاربها وبتاع بنات. فساعتها بطلنا بيقول لها هو انت متضايقه علشان كنت مع بنات غيرك؟ فالبنوته بتتوتر وبتقول له لا يا عم اعمل اللي انت عايزه، انت كده كده مش فارق معايا. وبطلنا ساعتها بيسالها بيقول لها وانت ليه بتكرهيني او ليا؟ فبتقول له ايه لازمه السؤال الغريب ده؟ فبيقول لها ان انا بحب اقضي معاكي معظم وقتي، ودايما لما بكون في مشوار بره بحاول ان ارجع بسرعه علشان اكون موجود جنبك. وبيقول لها ان انت دايما بتتجنبيني حتى في المدرسه. فالبنوته بتقول له ان انا مش بكرهك ولا اي حاجه، بس دايما بتجنبك لان دايما ردود افعالك مش متوقعه وغريبه، وبخاف ان انت تتجنن في مره وان انت تاذيني. وبتقرر ان هي هتعالج البوكس اللي هو واخده في وشه. بتقول له بعد ما اعالجك فانا عايزك ان انت تطرقنا وما اشوفش وشك تاني علشان اعرف انام. وبطلنا بتبسط ان هي مهتمه بيه على طول بيروح واخدها بالحضن. وبنشوف ان تاني يوم بطلنا بيجيب له البنوته يوشينو، وده طرد بيكون جاي لها من مدينه اوساكا بتاعتها. وبتعرف كمان ان هو جاي له جواب من مدينه اوساكا، وان هو اصلا كان باعت جواب لجدها علشان كان بيعتذر له ان هو ورط البنوته في اخر عمليه هو دخلها. فالبنوته بتتفاجئ من التصرف بتاعه، وبتحس ان هو شخص طيب جدا. وبعد كده بيسال عن الجواب اللي جالها، فبتقول له ان الجواب ده فيه صوره ابويا. وبتبتدي بعد كده ان هي تعرفنا شويه معلومات عن ابوها، وبتقول له ان انا ابويا ده شخص عادي جدا وطيب، وكان دايما بيعمل مشاكل مع جدي لان هو بيكره عائلات المافيا والياكوزا. وتقول ان هو قرر ان هو ينفصل عن جدها وان هو يعيش لوحده، وبعد كده اتجوز بس للاسف مات، وده قبل ما البنوته تتولد. فبطلنا الحنين بيقرب منها وبيقعد يواسيها، وبيقول لها ان جدك اصلا الزعيم جاي بعد بكره طوكيو، وده علشان في اجتماع مهم جدا مع العيله بتاعتنا. وفعلا بنشوف ان الاجتماع ده بيكون فيه اكبر زعماء بتوع عصابات الياكوزا، وبنعرف ان هيكون فيه تعاون كبير جدا ما بينهم قريب، وعلشان كده هم مجتمعين مع بعض
علشان يحتفلوا. وبنشوف ان بطلنا والبنوته بيكونوا قاعدين بره، والبنوته بتسال بطلنا وبتقول له هو الاجتماع ده اصلا عن ايه؟ فبيقول ان انا ما اعرفش اي حاجه وان انا زيك. فبيخش تاتشيبانا الاجرع وبيقول لبطلنا ان انت لازم ما تسالش عن اي حاجه علشان ما تورطش نفسك وتعمل لنا مشاكل زي ما عملت قبل كده، وده في اخر مهمه. وبنشوف ان الراجل الاقرع ده ساعتها بيدي البنوته البوم صور، وساعتها بيوريها صوره لابوه وبيقول لها ان الزعيم جدك كان موجود اصلا مع ابويا وده في معظم الصور. ولما بتشوف صوره ابوه بتعرف ان هو شبهه بالظبط وهو صغير، وبتكون مستغربه ان الجدامه يكون موجود مع ابوه وده في اغلب الصور. وبتعرف بعد كده ان هم كانوا اصحاب قريبين من بعض جدا. والراجل الاجرع بيقول ان ابو بطلنا ما كانش بيتصور غير مع الزعيم سومي بس احيانا بيكون معاهم في الصوره الزعيم حكيمي وده كان صاحبهم التالت. والبنوته بعد كده بتعرف ان التلاته دول هم اكبر رؤساء لمنظمات المافيا دلوقتي. وبنشوف ان هم التلاته بيكونوا قاعدين مع بعض وبيكونوا تقريبا عاملين زي العيال، بيكونوا قاعدين بينقروا في بعض زي لما كانوا بينقروا في بعض زمان. بس بيكون في واحد من رؤساء الشركات اللي بيكون موجود في الاجتماع كان متضايق جدا منهم وبيكون عمال يبص لهم بكل غضب، وشكل الراجل ده ناوي على غدر ومحدش عارف هو هيعمل ايه. وبنشوف ان البنوته يوشينو ساعتها بتكلم الشخص اللي كان بيراقبهم لما كانوا خارجين من المدرسه، وبتقعد تساله عن البوم الصور بتاعها اللي كان موجود في مدينه اوساكا. وبنعرف ان الشخص ده اسمه شوما وان هو واحد من العيله بتاعتها. وتاني يوم بنشوف ان البنوته يوشينو بتقابل واحد وده بيكون من مساعدين جدها، والراجل ده بيكون في مهام ابوها بيقعد يسالها عن واد كوروشيما وبيقعد يسالها وبيقول لها وانت عامله ايه معاه ويا ترى طباعه عامله ازاي. فبتقول ان هو بتاع بنات وسكري ومتخلف عقليا وبيعمل حاجات محدش يتوقعها. فالراجل بيقول لها ان انا عايزك ان انت تعزميه على مدينه اوساكا علشان انا عاوز اشوف. فساعتها بتساله وبتقول له انت عايز تشوفه ليه؟ فبيقول علشان انا في مهب ابوكي وان انا اللي ربيتك، فانا حابب ان انا اتعرف عليه عشان اعرف شخصيته عامله ازاي، وكمان عايز اعرف اذا كان هو الشخص المناسب ان احنا نجوزه لك ولا لا. والبنوته ساعتها بتكلم بطلنا وبتقول هي راحت تتسوق شويه علشان تقدر تشتري هدوم. وبطلنا ساعتها بيكون بيخش اوضه سريه وبتكون موجوده تحت الارض. وبنعرف ساعتها ان البنوته خرجت مع الواد شوما وده علشان تشتري هدوم ويكون هو معاها، بس بتوجب معاه وبتخليه ان هو يشتري طقم على حسابها عشان هو جه معاها المشوار. وبتصطدم لما بتشوف على جسمه نفس الوشم اللي بيكون مرسوم على جسم حبيبها علشان هو واحد من عائلات الياكوزا والمافيا برضه في اليابان. وبنرجع بعد كده لبطلنا بيكون قاعد بيجيب معلومات عن الواد شوما وبيعرف ان هو واحد من العيله بتاعت البنوته يوشينو. وبعد كده بنشوف ان البنوته بتكون قاعده مع الواد ده في كافيه علشان ياكلوا، وشوما ساعتها بيبتدي ان هو يسال عن بطلنا وبيقعد يقول لها هو طباعه عامله ازاي يا ترى عامل ايه معاكي. فبتقول له تقريبا هو شبهك الخالق الناطق وانتوا الاثنين مجانين وفيكوا نفس الطباع. فساعتها الواد بيساله وبيقول لها مشاعرك ايه ناحيته ويا ترى انت هتقدري ان انت تتجوزيه. فساعتها البنوته بتقول له انت مجنون وان انا مستحيل ان انا اتجوز واحد زي ده ابدا. وبيبتدي بعد كده شوما يكلمها وبيقول لها ان في مشاكل كتير جدا وده ما بين مافيا الشرق والغرب وان احتمال ان يحصل صراع كبير جدا ما بينهم، وده السبب اللي خلى جدك ان هو يبعتك هنا لطوكيو علشان يقدر ان هو يحميك. وبعد ما بتخلص اكل بتطلع على فندق علشان تريح فيه وده قبل ما ترجع البيت. وبتقعد ان هي تحكي للواد شوما ده عن طباع الواد هيروشيما وبتقول ان انا احيانا بخاف منه وبيكون مجنون وبحس ان هو ممكن ان هو يقتلني ويتخلص مني. وبتقول ان انا بحاول دايما ان انا اظهر قويه قدامه وان انا دايما بحاول ان انا ما ببينش اي نقطه ضعف علشان ما يعرفش ان انا بخاف منه. فساعتها شوما بيقول لها طب تحب ان انا اخلص لك عليه واقتلهولك. فالبنوته بتقول له والله كبرت يا ولد، والله كبرت الموضوع وان الموضوع مش مستاهل ابدا ان انت تقتله. فساعتها بيقول لها ان انا مش عايزك ان انت تخافي قوي كده، واصلا انا مش ملاك واكيد ان انت عارفه ان انا واحد من اكبر عائلات المافيا. والبنوته يوشينو ساعتها بتخاف من طريقه كلامه. فشوما بيقول لها في الاخر ان انت لما تحتاجي ان انت تخلصي عليه فانت يا ريت ان انت تبلغيني. وبنشوف ان الواد ساعتها بيكون نزل تحت وقاعد بيولع سيجاره. بيجي له بطلنا بيقول له ان التدخين والسجاير مضره بالصحه وممنوعه هنا يا ريس. وبيبتدي بطلنا ان هو يرحب بيه وبيعرفه على نفسه وبيقول له ان دي اصلا مش اول مره ان احنا نتقابل فيها وانت عارف احنا اتقابلنا فين قبل كده. وبيكون قصده لما كان الواد شوما ده بيبص عليهم في المدرسه. فالواد شوما ساعتها بيساله وبيقول له هو انت بتراقبنا ولا ايه؟ فبطلنا بيرد عليه وبيقول له اكيد براقبكم، هو انت اصلا مش واخد بالك مني؟ وبيقول ان انا جاي عشان اخد البنوته يوشينو وان انا هرجعها على البيت. فالواد شوما بيقول له شكلك شايف نفسك عليا وجاي عشان تعمل معايا نمره. فبطلنا بيقول ان انا ما اقدرش ان انا اعمل نمره ولا اعمل اي مشاكل وده مع حد من عائله البنوته يوشينو. وبطلنا بيقول ان انا لو اتجوزت البنوته يوشينو فساعتها انت هتكون واحد من قرايبنا. فالواد شوما ساعتها بيتضايق جدا وبيقول ان انا مستحيل ان انا اسمح لك ان انت تتجوزها وتلمسها اصلا. وبيقعدوا هما الاثنين يستفزوا في بعض. وبطلنا بيقعد يقول له ان انا بحب البنوته يوشينو دي جدا وان انا مستحيل ان انا اسيبها، وبيقول ان جدها بعتها طوكيو علشان انا اتجوزها وتعيش معاه. وبيقعدوا هما الاثنين يستفزوا في بعض لحد ما البنوته يوشينو بتوصل وبتقول لهم انتوا الاثنين بتهببوا هنا الله يخرب بيوتكم. فبطلنا ساعتها بيقرب منها وبيقول لها ان انا جاي علشان اخدك. فالبنوته بتقول له انت اصلا عرفت ازاي مكاني؟ بس بتفتكر ان هو دايما كان مراقب الموبايل بتاعتها وبيقدر ان هو يعرف مكانها. وبتكون لسه هتريح مع بطلنا بس بنشوف ان الواد شوما ده بيمسك ايديها وبيقول لها ان انت هترجعي معايا اوساكا وده في يوم من الايام. وبيكون واضح كمان ان الواد شوما ده واقع في حبها وان هو مش عاوز يسيبها. فبطلنا برضه بيجي وبيمسك ايديها وبيقول لها ما تنسيش ان انت هتكوني عروستي في المستقبل. فالبنوته بتحس ان هي واقفه في النص ما بينهم واتورطت وبيقعدوا هما الاثنين يرخموا على بعض وبيكونوا بيتخانقوا عليها.
وتقريبا كده بطلنا بيكون طول لسانه على الواد شومه، بس البنوته بتقول له خلي بالك لان الواد شومه ده يعتبر من العيله بتاعتي، وان انت ما ينفعش ان انت تقل ادبك عليه. فساعتها على طول بيعتذر لها عشان ما تتضايقش منه. والبنوته يوشينو بتطلب بعد كده من الواد شومه ان هو يتكل على الله ويروح دلوقتي، وبتقول له ان انا هقابلك بكره علشان اودعك وانت راجع المدينه بتاعتك. وفعلا بنشوف ان تاني يوم البنوته يوشينو بتروح محطه القطر، وده عشان تودع الواد شومه وده قبل ما يسافر. فاول حاجه الواد شومه بيسالها لها بيقول لها هو فين البودي جارد بتاعك اللي على طول بيكون ماشي معاكي؟ بتقول له ان انا ما قلتلوش ان انا هاجي اقابلك. وبتقول له يالا باين عليك ان انت بتكرهه على الاخر واصفراني منه. وبتقعد تساله عنه وبتقول له هو انت ايه رايك في كوروشيما؟ فبيقول ان ده واد مجنون على الاخر. فساعتها بتقول له ان انا اتورطت فيه وده بسبب جدي، وللاسف ما يقدرش ان انا اسيبه دلوقتي وامشي. فشوما بيقول لها وانت اصلا مستعده ان انت تكملي حياتك مع المجنون ده؟ وبيجي ميعاد القطر عشان الواد يمشي، بس قبل لما بيمشي بنشوف ان البنوته بتقول له ان انا حياتي وكرامتي مستحيل ان انا اضحي بيهم وده علشان خاطر اي حد. وبنشوف ان هو قبل ما بيركب القطر بيحضنها وبيودعها، وبتحس ان هو اصلا بيحبها، بس بتاخده على قد عقله وبتاخده على اخوه. وبتقول له ان انت لازم تهتم بالدروس بتاعتك، وان انا اكيد هشوفك قريب وده في مدينه اوساكا. وبناخد بالنا ان بطلنا بيكون موجود طول الوقت في محطه القطر وبيكون بيراقبهم. وبنشوف تاني يوم وهم طالعين على المدرسه بيكونوا راكبين قطر زحمه جدا، وساعتها بطلنا بيكون مقرب من البنوته جامد وده بسبب الزحمه. والبنوته بتحس ان بطلنا بيكون بيحبها جدا، وبطلنا بيقرب منها وبيقول لها ان انا مستحيل ان انا اسمح لاي حد ان هو يعرضك لاي اذى ويقدر يأذيك او يقتلك ابدا. وبيقول ان انت الحاله الوحيده اللي انت هتموتي فيها هي ان انا اكون مت قبلك. ولما بتكون قاعده في الفصل بتقعد تفكر في بطلنا وبتقعد تقول يا ترى ايه الاحساس اللي انا حسيته لما كان موجود معايا في القطر. وبتقول ان انا عمري ما حاولت ان هو يحبني، بس واضح ان هو عيل مجنون ولازقه وهو مش هيسيبني ابدا. وبتتصدم لما بتبص من الشباك وبتلاقي ان بطلنا في الحوش كان قاعد بيبص عليها اصلا. وبالليل بتكون بتجهز الهدوم بتاعتها علشان فصل الشتاء بيكون داخل، وبتكون متضايقه ان كل حاجه بتنعكشها وبتكون متعصبه على الاخر. واول لما بتفتح الباب بتصدم ان بطلنا واقف قدامها بيقعد يقول لها مين اللي مزعلك؟ فبتقعد تقول له انت ايه اللي جابك يا معفن؟ فبيقول لها ان في طرد جديد جالك وده من نفس المدينه بتاعتك. ولما بتاخد منه الطرد وبتفتحه بيقول لها انت شكلك بتجهزي هدومك علشان تمشي. بس فجاه بنشوف ان هي بتحس بصدمه غريبه وان هي مش قادره ان هي تتحرك من مكانها. وبتبص له وبتقول له انت عايز تذبحني ولا ايه بالظبط؟ فبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده وايه الكلام العبيط اللي انت عماله تقوليه دلوقتي؟ فبتقول له انا حسيت ان انت اتضايقت مني. فبطلنا بيقول لها وانا ايه اللي يخليني ان انا ازعل منك اصلا؟ وبتقول له انا حاسه ان انت متضايق وده بسبب شوما. بتقول له يا ترى هتتضايق لو انا خرجت مع الواد شوما لوحدنا بعد كده؟ فبطلنا اللي بيكون مصدع بسبب قرونه اللي عماله تطلع بيقول لها ان انت ممكن تخرجي معاه، بس اهم حاجه ان انتوا ما تعملوش حاجات غلط مع بعض، ولازم تعرفي ان انت هتكوني ملكي ومراتي في النهايه وان انا الوحيد اللي هتجوزك. وبيقول لها انا لو عرفت ان علاقتك اتطورت معاه بعد كده في المستقبل فانا هخلص عليه واقتله. وبتقول له انت قصدك ان احنا لو خرجنا مع بعض لوحدنا فانت هتخلص عليه؟ وبتقول لها ولا طريقه كلامك بتبين ان انت بتغير منه جدا. فبطلنا بيقول لها فعلا وان انت معاكي حق، ممكن اكون فعلا بغير منه وانا اول مره احس الاحساس ده. فالبنوته بتبتدي ان هي تخاف من نظراته على الاخر وبتكون حاسه ان هو مرعب، بس بتقول له انا خدت القرار ان كمان سنه واحده بالظبط فانا هرجع على مدينه اوساكا، ولو فرضا انا وقعت في حبك فاكيد ساعتها هكون مضطر ان انا اكون في طوكيو. بس بتقول له ان احتماليه ان انا اقع في حبك يالا دي ضعيفه جدا بل تكاد تكون معدومه، وخصوصا ان انت راجل بتاع نسوان. بس بطلنا بيوعدها ان هو هيسيب اي بنوته يعرفها وده علشان هي تكون موجوده على طول معاه وما تسيبوش ابدا. وتاني يوم الصبح بنشوف ان هي بدات تحس باعراض البرد وبتكون مش قادره تصحى ولا تروح المدرسه، وبتقرر ان هي تاخد اليوم اجازه. بس بنشوف ان بطلنا بيوصل عندها البيت وبيقول لها انا جبت لك شويه مشروبات وانا بعمل رياضه علشان انا عرفت ان انت ما رحتيش المدرسه. وبيقرر ان هو يقعد معاها طول فتره مرضها وده علشان يسليها وما تحسش بالوحده. بس واضح ان البنوته بتكون مش طايعه على الاخر وبتقعد تزقه علشان يمشي، وبتقول له روح بقى يا عم اتكل على الله واتكل على مدرستك وان انت لازم تهتم بالدروس بتاعتك. فبيقول لها خلاص احنا هنفضل على تواصل بالتليفونات وان انت لو احتجت اي حاجه ابعتي لي اي اس ام اس. ولما بيكون موجود في الفصل بيقعد يكلمها على الواتساب، بس البنوته بتكون مطنشه ومش بترد عليه فبيتصل بيها على طول، بس ساعتها بيعرف ان موبايلها مقفول فبيقرر ان هو هيسيب الحصه ويمشي علشان يروح يطمن عليها. بس بنشوف تاتشيبانا الاجرع بيطلبه في مهمه معينه وده علشان يخلصها. ولما بيكون موجود في المهمه بيتكلم تاتشيبانا وبيقول له ان انا مش هقدر اخلص المهمه دي كلها دلوقتي عشان انا لازم اروح اطمن على البنوته يوشينو لان هي عندها برد شديد. وبعد كده بيتكلم الراجل اللي بيكون معاه في المهمه وبيقول له انت ما تعرفش مستشفى كويسه يا ريس علشان في حد انا بحبه عايز اعالجه. وبنشوف ان هو كالعاده بيتسلل جوه البيت بتاعها وبيكون عامل نسخ كتير جدا من المفاتيح وبيقدر ان هو يخش وبيقرب من البنوته. واول لما بيخش الاوضه بتاعتها بيتصدم ان هي مولعه على الاخر وتعبانه ودرجه حرارتها داخله على 40. فساعتها بيتكلم المساعد الاجرع بتاعه وبيقول له ان انا هاخد البنوته يوشينو عشان اطلع بيها على المستشفى عشان البنوته سخنه جدا. وبنشوف ان هو في العربيه بيكون حاططها على رجله ولما بيحس ان هي مش مرتاحه في النوم بيروح واخدها في حضن. شكل البرفان بتاع بطلنا عجبها. وتاني يوم بنشوف ان بطلنا بيكون بيكلم جدها وده علشان يطمنوا على البنوته وبيقول ان حالتها اتحسنت كتير جدا عن امبارح وان هي بقت كويس. فجدها بيشكره جدا على اهتمامه الكبير بيها وبيقول له انا مش عايزك ان انت تسيبها وده لحد ما السنه دي كلها تخلص. وبنعرف ان شوما بيكون سمع الكلام ده كله وبيكون متضايق جدا من طلب جد البنوته ان الواد كوريشيما هو اللي يكون معاه. وبنشوف ان البنوته اخيرا بتصحى وبتفتح عينيها وبتكون مبسوطه ان درجه حرارتها اخيرا نزلت، بس بتتفاجئ بصوت بطلنا بيكون قاعد جنبها
وبتقعد تقول له انت بتعمل ايه هنا يا عم، انت بتعمل ايه؟ فبطنة بيقول لها معلش والله انا كنت قاعد جنبك طول الليل عشان انت درجه حرارتك كانت عاليه جدا وكنت مولعه. فالبنوته ساعتها بتبتدي تفتكر اللي حصل وبتكون متضايقه جدا من نفسها عشان هي كانت تعبانه. بتقعد تعتذر بعد كده البطن علشان هي تعبته. بتساله بعد كده ايه اللي نايمه هنا؟ بتقول له انا كنت بتحرك وانا نايمه ولا ايه؟ فبطن بيقول لها انا حطيتك هنا اصلا عشان ده احسن مكان اقدر اراقب البيت فيه عشان لو حد جه عشان يقتلك اقدر ان انا اعرف اتصرف، وبالذات لو حد جه من السقف. فالبنوته بتقول له مين يا عم اللي هيجي لنا من السقف ده ويخش من السقف ازاي؟ فبطلنا بيقول اكيد الناس اللي عايزه تموتني، اكيد عارفين ان انا بحبك وممكن يجوا علشان يقتلوك عشان يقدروا يتخلصوا مني. فالبنوته بتقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، ايه يا عم ده؟ وبتكون مستغربه ان بطلنا قاعد جنبها طول الليل وما نامش. وبطلنا بعد كده بيقول لها ان هو خلاص هيرجع لاوضته، وبعد كده البنوته بتوقفه وبتقول له ان انا هقوم اخد دش وبعد كده احضر الفطار. فبتقول له ايه رايك يا ريس ان انت تقعد معايا علشان ناكل، عشان انت اكيد ما اكلتش حاجه كويسه من امبارح عشان كنت قاعد جنبي. فبطلنا بيشكرها وبيقول لها انا بس محتاج ان انا انام لي شويه وانا مش جعان دلوقتي. فالبنوته بتقول له ان هو اصلا ممكن ينام هنا. فبطلنا بيقول لها ان انا اصلا عندي مشكله ان انا اقدر انام قدام اي حد غريب. فالبنوته بتقول له شكلك انت والله قلقان وما تقلقش واي حد لو جه فانا هقتلهولك. فبطلنا بيقول لها بس انت اللي ممكن تموتيني وممكن حبك الدفين يخليك ان انت تكون عايزه تقتليني. فالبنوته بتقول له انا اصلا ما بحسش ناحيتك بحاجه يا معفن. فالبنوته بتقول له كمان بما ان انت هتنام هنا فانت كمان ممكن تخش تستحمى وتاخد لك دش عشان ريحتك خايسه يا ولد. والبطن بعد كده بيبتدي انه يرفض بالكلام. فالبنوته بتقول له يا عم هتستحمى ولا مش هتتنيل؟ نشوف ان هم بيكونوا قاعدين يفطروا بعد كده والبنوته بتقعد تديله اكل كتير علشان يقوي نفسه. فبطلنا ساعتها بيشكرها على الاكل. وبنشوف البنوته بتكون راحت المدرسه بعد كده ونشوفها بعد كده ان هي عماله تسح لبطلنا لان هي فاشله وان الامتحان قرب وهي على الله خالص والامتحان بيكون قدامه يومين بس. وبطلنا بعد كده بيعرض عليها ان هو ممكن يساعدها. فالبنوته بتشكره وبتقول له ان انت عندك اصلا مذاكره كتير. فرد يقول لها والله انا ولا بذاكر ولا حاجه، انا بروح اخلص المهمات بتاعتي بعد كده ارجع اذاكر لي ساعتين بس. فساعتها البنوته بتقول له امال درجاتك كلها عاليه ازاي؟ فحبيبنا السفاح بيقول لها ان هو اصلا بيذاكر وده جوه المدرسه ان هو بيقعد يقرا الكتب كلها. والبنوته بتقول له ان في اخر يوم امتحانات خلاص هي هتتكل على الله وهتمشي من هنا، وبتقول ان هي هتتجه لمدينه يوكوهاما ده علشان بنت عمتها جايه المدينه دي. وبعد كده بنشوف ان بطلنا بيكون ماشي معاها وبيكونوا رايحين لبنت عمها. فساعتها بتسألها انت جاي معانا ليه؟ فبطلنا بيقول ان انا مستحيل انا اسيب بنوتين حلوين كده زيكم يكونوا ماشيين لوحدهم. والبنوته بتقول له ان هي ممكن تتاخر شويه علشان بنت عمتها دي بتحب تعمل شوبينج في كل حته وان الساعه 1 الظهر والمحلات كلها فاتحه. فساعتها بطلنا بيسالها بيقول لها هي اكبر منك ولا قدك؟ وبنعرف ان هي اكبر منها. وساعتها البنوته بتساله وبتقول له انت تعرف الحوارات دي عنها ازاي؟ فبنعرف ان بطلنا طبعا كان بيجمع معلومات عنها. فالبنوته طبعا بتتضايق وبنعرف ان البنوته دي مش بنت عمها لازم. وبنعرف ان جدها ده مره واحده طلعت له البنوته دي وهو قرر ان هو يربيها. وبنعرف ان البنوته دي كانت بتدرس بره البلاد وان هي جايه علشان تخش الكليه. والبنتين اخيرا بيتقابلوا وبيقعدوا يسلموا على بعض وبيقضوا حوارات. وبنت عمها بتقعد تشكرها وبتقول لها ان انت بقيتي اموره جدا. وبعد كده بتسالها عن الواد اللي واقف وراها. وبنشوف ان بطلنا بعد كده بيتعرف عليها وبيسلم عليها وبيبتدوا يتعرفوا على بعض. وبنعرف ان البنوته يشنو بتقعد تمدح في البنوته دي قدام بطلنا عشان يحبها وان شعرها اسود وعينيها كبيره. فبطلنا بيقول لها ان انت مش لازم تقولي الكلام ده وانا شايفه قدامي زي لقطه القشطه. وبيقول لها ان هي اكيد هتبقى اموره وجميله زيك عشان هي من العيله بتاعتك. فبنت عمها بتقول ان انا سمعت ان حبيب البنوته يشنو ده لسانه حلو بس انا ما كنتش متوقع انه لسانه حلو قوي كده. والبنوته ساعتها بتسال البنوته يشنو على اخبار المذاكره بتاعتها وبتقول لها شكلك ان انت ما بتذاكريش خالص. فبطلنا بتدخل وبيقول ان احنا بقى لنا فتره عمالين نذاكر وان ما فيش اي داعي للقلق. فالبنوته بتقول ان انا اغلب امتحاناتي كانت حلوه ما عدا ماده الحساب كانت شكلها على الله خالص. فالبنوته بتقول لها ما تقلقيش حتى لو سقطتي فاحنا هنفتح محل وخلاص. فالبنوته يشنو بتقول لها اسقط يلا يخرب بيتك بتفقري في ايه؟ وبطلنا ساعتها بيستغرب من فرق اللهجات اللي بيحصل لان البنوته دي ما بتكونش عايشه في طوكيو. والبنوته ساعتها بتسالها بتقول لها انا كنت مستغربه اصلا ان انت قررت ان انت تتنقلي من العيشه من هناك وتيجي مدينه طوكيو. بنت عمها بتقول لها ايه رايك بقى نسيبنا من الكلام ده كله ونروح نعمل شوبينج وهي دي الحاجات الحلوه. فالبنوته بتقول ان انا اصلا مش عايزه اشتري حاجه. والبنوته بتشوف لما بيكون في هز عاجبها بتكون لسه بتقول ليه البنوته يشنوا عليه. بالله بطلنا بيقول لها ايه رايك في الجزمه دي وانت كان نفسك ان تجيبي جزمه بكعب من زمان. وبنت عمتها بتكون عماله تتفرج عليهم وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض وبتناقشوا في الجزمه دي. وبنشوف بعد كده ان البنوته يشنو مش بتكون قادره تتحرك لان هي بتكون تقلت في الاكل شويتين ثلاثه. وبنعرف ان بنت عمها دي مفتونه بجدها اصلا وبتقعد تعاكس فيه قدامها. بس بطلنا بيقول لها ان البنوته يشنو دي اصلا تشبهه جدا. والبنوته بتبتدي بعد كده تسخنهم على بعض وبتحذر البنوته يشنو لان الناس اللي بتعرف تتكلم حلو دول دايما بيكونوا خاينين. فالبنوته يشنو بتقول لها ان هو اصلا عنده قايمه وخاربها. وبعد كده بتقول لها بص مين اللي بيتكلم يا وليه. فالبنوته بتقول لها ان انا كنت اصلا مشغوله في الفتره اللي فاتت دي كلها ومفيش اي وقت لاي حاجه. بنعرف ان هي اصلا مدوبه ثلاثه. وبطلنا بيقول ده كده الشباب اللي زينا مش هيقدروا يقاوموا الجمال الحلو ده. والبنوته يشنو ساعتها بتشوف طبعا مع واحد من الموجودين في المطعم
وشكله بيكون بيعجبها جدا. فبطلنا بيقول لها ايه رايك ان انا اطلب لك واحد، بس البنوته بتكون واكله كتير اصلا ومش ضامنه ان هي تقدر تخلصه، وبيقول لها ان انت اصلا لو ما قدرتيش ان انت تخلصيه فانا ممكن اكمله مكانك، وبيقول لها ان هو هيروح يطلبه دلوقتي. والبنوته بتقوم بعد كده علشان تخش الحمام، وبنشوف ان بطلنا بيكون قاعد هو والبنوته لوحدهم، وبنت عمها بعد كده بتقعد تمدح في البنوته يوشينو. وبطلنا بيقول ان انا عمري ما هسيبها ودايما هكون معاها ودايما هساعدها، بس البنوته بتقول ان انا اصلا متاكده من كده ومش ده اللي بيخليني ان انا اقلق عليها، وانا واخده بالي ان انت لطيف جدا معاه وبتهتم بالناس. وساعتها بطلنا بيقول لها ان انا دي اول مره حد يقعد يشكر فيا، وبيقول ان البنوته يوشينو دايما بتقول عليا زباله وان محدش يقدر يتوقع تصرفاتي. والبنوته بتقول له ان انا قفشاك اصلا وانت مش مبسوط وانت بتتكلم معايا، انت اصلا مش عايزنا ان احنا نتكلم ولا نتحدث، فعلشان كده انت بترد عليا بالكلام اللي انا بحب اسمعه. وبتقول له انا مستغربه ان انت ازاي بتقدر تتوقع الحاجات اللي هي بتكون عايزاها وبتقدر تجيبها لها قبل اي حد تاني. ومش بس كده، ده البنوته يوشينو قريت اي موضوع فانت بتركز معاه جدا وبتديها اهتمام كبير، وبتقول له ان انت شكلك بتحاول ان انت تقرب منها بس لحد دلوقتي هي مش معبرك اصلا. وبطلنا بيقول لها انا عايز اسالك سؤال، فالبنوته بتقول له اتفضل يا ريس. والبطلنا بيكون لسه بيقول له يوشينو بتكون ظهرت قدامه على طول ومع الاكل، بس بتحس ان هي قطعتهم في حاجه. وبطلنا بيقول لها لا دي بس كانت شويه دردشه. وبنشوف ان هما بيكونوا بيتمشوا بعد كده بعد ما خلصوا الاكل، بس بيجي لها تليفون، وبنعرف ان التليفون ده جاي لها من المدرسه اصلا، والتليفون ده بيكون من عيلتها، بيقول لها ان في تليفون جالك من المدرسه. وبتقول لبطلنا بعد كده تقريبا ورا اختبار الحساب مش لاقيينه في المدرسه، وبتفتكر ان هي ما كانتش سلمت الامتحان. وبطلنا بقول بحنين على طول بيوقف تاكسي وبيركبها، بس بطلنا بيقول لها ان هو مش هيقدر يروح معاها علشان هيوصل بنت عمها الاول وبعد كده هيجي لها. وفي ساعتها بطلنا بقى بيقول لها احنا المفروض نروح فين بقى دلوقتي بعد ما الجو فضلنا. فبتقرر ان هي تركب معاه لعبه في الملاهي، بس بتكون خايفه ان البنوته يوشينو تشوفهم. بطلنا بعد كده بيسال عن مجموعه سوباكي، وبنعرف ان المجموعه دول من اشهر الدكاتره، وبيقول لها ان الراجل اللي كانت امك بتقابله ال 15 سنه اللي فاتت هو مدير المستشفى. وبيقول لها ان في اشاعات كبيره جدا طالعه حوالين الراجل ده وان هو ليه علاقه بالسياسه والعصابات ومنها زراعه اعضاء غير شرعيه. فساعتها بطلنا بيسالها وبيقول لها هي كليه البنوته يوشينو راحت فين بعد كده. وبيقول ان بيع كليه اصلا ده مش حاجه سهله، وانا كنت فكرت ان انا ابيع اعضائي اصلا قبل كده زمان، بس صعب ان انت تعمل كده في اليابان من غير ما تكون عارف الناس المناسبين. وساعتها بنوته بتساله بتقول له انت ايه اللي خلاك تفكر في كده اصلا. وبطلنا بيقول لها بعد كل البحث اللي انا عملته ده انا برضه ما قدرتش اجيب الكليه بتاعت البنوته يوشينو. وبيقول ده اللي خلاني اتاكد ان انت اصلا ما بعتيش الكليه بتاعتها. وبيقول لها تقريبا انت كده ما خدتيهاش وانت اصلا اديتيها 4 مليون، واديتيها ال 4 مليون دي شكلك من غير اي مقابل. وبيقول ان انا قدرت ابص عليها بصه كده وهي نايمه وان كان في جرح فعلا، بس الجرح ده مش ناحيه الكليه بتاعتها. وبيقول انا دلوقتي بقى ما بقاش قدامي غير خيارين، اما ان انا اخلي البنوته يوشينو تعمل رن مغناطيسي او ان انا اسالك يا وليه. فساعتها البنوته بتساله وبتقول له هو انت ايه اللي مخليك مهووس بالبنوته يوشينو قوي كده. فبطلنا بيقول لها فاكره ان انت اول حاجه اشتريتيها وكانت غاليه بالنسبه لك، انا بالنسبه لي اول حاجه اشتريتها كانت غاليه هي تذكره قطر. وبيقول انا حوشت الفلوس دي كلها وانا في الاعداديه اصلا عشان انا كنت سمعت ان حفيده الزعيم سومي هتكون موجوده، ولما انت بتساليني عن سبب هوسي بيها انا ما عنديش اي اجابه غير ان انا اقول لك ان انا بحبها. فالبنوته بتقول له انا اصلا مش فاكره اول حاجه انا اشتريتها غاليه، بس انا ممكن اقول لك على اخر حاجه غاليه انا جات لي اصلا. وبتقول له ان انا اخر حاجه جات لي كانت لتر ونص من الدم وده كان مقابل 4 مليون. البنوته بتقول ان انا خدت منها كميه الدم دي من غير ما اذيها، وبتقول ان هي اصلا ما تعرفش بالموضوع ده وان انا احتفظت بدمها. وبتسال بطلنا بعد كده وبتقول له انت عايز الدم ده بقى. فبطلنا بيقول لها من غير اي سعر حط السعر اللي انت عايزاه. وبطلنا بيسالها بعد كده بيقول لها وانت خدتي اصلا منها دم ليه؟ دي كميه كبيره اصلا ممكن تعمل لها شويه اثار جانبيه، وكنت هتعملي اصلا لو هي ماتت. فالبنوته بتقول اصلا ان انا كنت بحاول اخليها ان هي ما تعملش كده. نشوف فلاش باك بعد كده والبنوته يوشينو ساعتها بتكون بتتكلم بتقول ان انا مش هخليه يقعد يتنمر عليا كده طول العمر. فبنت عمها بتقول ان هي اصلا عملت الموضوع ده كله علشانك. وبنشوف ان هم بيكونوا خلصوا وبينزلوا من الملاهي، وبطلنا بيقعد يعكسها شويه بيقول لها ان انت اموره جدا وشبه البنوته يوشينو. البنوته ساعتها بتتكسف وبتقول والله ان لسانك حلو، بس البنوته بتقول لها اعمل حسابك ان انت لو اذيتها بعد كده او كنت زباله فانت لازم ان انت تخاف، لان انا ساعتها هغيرها وانت لو حفيت الدنيا دي كلها مش هتقدر تشوفها تاني. فساعتها بطلنا بيوافق بيقول طب هو انا ازاي ما كنتش زباله في نظرها بس. ونشوف تاني يوم ان البنوته يوشينو بتكون عماله تهز الزرع وبطلنا قاعد بيتكلم معاها، وبتقول لي انا ما بقتش خايفه من الامتحان وبسبب سرقي الزرع ده انا بقيت حاسه براحه اكتر. وبتساله وبتقول له انت خلاص اتكلمت مع بنت عمي وسالتها على الحاجات اللي انت كنت عايز تعرفها. فانا بقول لها مين الكلام ده، مين قال ان انا كنت عايز اقعد معاها اصلا. فالبنوته بتقول له انا عرفت ان انت عملت سيرش كبير عنها. بتقول له طب مش ناوي تقول ولا ايه، هتقول ولا ايه؟ بس بتقول له في الاخر ان انا مش عايز اعرف لان انا كده كده ما بثقش فيك، بس انا بثق فيها. تيجي بعد كده مسج لبطلنا وبتكون من بنت عمها. فالبنوته يوشينو بتستغرب ان هم اصلا ادوا الارقام لبعض. فبطلنا بيقول لها ايوه احنا ادينا الارقام لبعض علشان نخرج نتمشى النهارده. تعرف ان بنت عمها خلاص قررت المكان اللي هي تسكن فيه، ولما البنوته يوشينو بتيجي جنبه علشان تبص في الموبايل بنلاقي ان بنت عمها بعتت له ليها رساله
وهي بلبس نص كم وشكلها على البحر والدنيا كلها بتتقلب ساعتها، وبتقعد تقول لبطلنا انت لازم تمسحها حالا ناو ديليت. بس بطلنا بيكون مركز جدا في اللي هو شايفه. وبس كده يا سيدي، يبقى خلص ملخصنا لحد كده. ما تنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا تنساش تكتب لي 50. شوف ان البنوته شنو هي وبنت عمها بيكونوا جايبين في سيره بطلنا وعارضين يقطعوا في فروته، وبتقول له ان هو راح للمدينه بتاعتها وده لما كان عنده 12 سنه بس، وده بس كده علشان يشوف، بس للاسف هو ما قدرش ان هو يشوف. وبتقول لها كمان ان هو ممكن يكون بيحبها من المده دي كلها اصلا. فالبنوته شنو بتقول ان هي مش عارفه ان هو اذا كان بيحبها اصلا ولا لا، وبتقول حاسه ان انا لو قلت ان انا بحبه ان هو ممكن اصلا يسيبني وده مجنون في دماغه، وان هو اصلا شكله كده مش بيحبني وده شكله مهووس بيا. فبنت عمها بتركم عليها وبتقول لها ان هو ده شكله اول واحد يقول لها اصلا ان هو بيحبها. فالبنوته شنو بتقول له انا مالي يا لمبي انا مالي. والبنوته شنو بتقول ان هي عارفه ان هو اصلا بتاع نسوان ولعوب وديل الكلب عمره ما يتعدل، بس احنا ما بنتكلمش اصلا في اي حاجه. فبنت عمها بتقعد ترخم عليها ساعتها وبتقول لها امال انت عارفه ايه يا وليه؟ انت عارفه ايه في ليلتك؟ انت مش عارفه اذا كنت هتقعدي في طوكيو ولا هترجعي البلد بتاعتك، ومش عارفه كمان اذا كان بيحبك ولا انت بتهببي ايه في ليلتك يا وليه. وبتنصحها ان هي تحاول تظبط امورها. وبنشوف ان هم بيرجعوا المدرسه بعد كده، وده بيكون اصلا اخر يوم دراسه. والبنوته اصلا بتكون عماله تفكر، ومره واحده هوب بتقفش بطلنا مع بنتين. فلما البنات بيشوفوها بيطلعوا يجروا على طول ساعتها. وبطلنا بعد كده بيروح لها وبيقول لها ان احنا يلا بينا نروح. فالبنوته ساعتها بتساله وبتقول له هو كانوا بيتكلموا معاك عن ايه اصلا؟ فبيقول ان المدرسه هتفتح في الصيف وهم محتاجين ناس يظبطوا الامن زيي. فالبنوته ساعتها بتستغرب بتقول له انت تظبط امن ايه يا عم انت؟ هو انت اصلا مش مجرم؟ فبطلنا بيقول لها انا طالب مجتهد مجتهد وانا بخربها بره، بس في المدرسه انا في لجنه الانضباط. وبنشوف ان هما بيتمشوا بطلنا بيقعد يطمنها وبيقول لها ان البنات هنا كلهم اللي موجودين زي اخواتي ومحدش اصلا منهم بيطلب ان هو يخرج معايا. فالبنوته بتساله اذا كان عنده اصلا صحاب ولاد. فبطلنا بيقعد يتغزل فيها وبيقول لها انت بس اللي عندي يا قلبي. فساعتها البنوته شنو بتتصدم بتقول له يعني انت قصدك ان انا واحد صاحبك؟ يلا انت عبيط في دماغك. فساعتها بطلنا بيصدمها بيقول لها انت اول صاحب ليه؟ فساعتها البنوته شنو بتصدمه بتقول له مجنون يعني انت كده عايز تتجوز اول صاحب ليك؟ انت عبيط يلا. فبطلنا بيتصل لها بيقول لها انت معاكي حق. فساعتها البنوته شنو بتقعد تقول له ده لا حب ولا عوز ده جنون الله يخرب بيتك. وبنشوف ان هي بتكون عماله تفكر ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل معاها. وساعتها بنشوف بنوته بيكون اسمها نناو وبتكون زي القمر، وبنعرف ان هي شغاله في الاعلام وبتكون لسه راجعه اليابان من امريكا. وبنشوف ان اصحابها بيجوا لها بعد كده وبيجيبوا لها عصير. وبنشوف ان اصحابها بيعرضوا عليها وظيفه بتكون مع مخرج، بس البنوته ناو بتقول ان هي مش مهتمه بالكلام ده خالص، لا قلنا هي عايزه تشتغل موظفه مكتبيه. وبنشوف واحد اسمه اوز والبنات ساعتها بيقعدوا يتكلموا معاه ويقولوا لها مش ده اللي انت كنت بتحبيه زمان؟ وانتوا سبتوا بعض ليه؟ البنوته ناو بتقول ان انا لما كنت داخله مسابقه الجمال انفصل عني وقال ان انا بحب ان الانظار دايما تكون عليا. بس تقريبا البنوته دي بتكون صفرة من جوه وبتكون قاعده اصلا بتخطط لكل الكلام ده، وان هي فعلا بتحب ان الانظار تكون عليها وان هي الانجح دايما في المجموعه. وبنشوف ان بطلنا بيكون في الحفله والبنات بتقول ان في اشاعات طالعه عن بطلنا اصلا، والبنات بيقعدوا يقولوا قصص غريبه كده عن بطلنا، والقصص دي بتكون مخيفه جدا. وبطلنا بعد كده بنشوف ان هو بيروح يسلم على البنات دي، وبنشوف ان البنات ساعتها بيعرفوا البنوته ان هو على بطلنا. وبطلنا بعد كده بيروح يقعد معاهم وبيقول ان هو اصلا عارف كل حاجه عنهم وان هو كان بيشوفهم في التلفزيون. وبنشوف فلاش باك عن حياه البنوته ناو وبنعرف ان هي كانت موجوده مع بطلنا زمان في المدرسه وان هم مش تمام وبطلنا كان خاربها. وبنشوف ان هم بيقابلوا بعض كده وبطلنا بيعتذر لها ساعتها ان هو كان عامل ان هو مش عارفها لان هو اصلا كان ناسيها وان هو اخر مره شافها كان من 3 سنين. وبنشوف ان بطلنا ساعتها بيطلع ورقه من جيبه وبيقعد يكتب عليها رقم التواصل بتاعه عشان تقدر تكلمه، وبيقول لها ان انت لو احتجت اي حاجه فانت كلميني على طول. وبنشوف ان هو بعد كده بيسيبها ويمشي والبنوته شنو بتكون مرميه في البيت ومش عارفه اصلا بطلنا هو رجع ولا لا. وبعد كده بنشوف ان هي بتتصل ببطلنا وبتساله اذا كان فين، فبيقول لها ان هو اصلا موجود في الشغل. وبنعرف ان الشغل ده ان بطلنا قاعد بيجمع معلومات عن البنوته ناو. وبنشوف بعد كده بطلنا الخاين مع البنوته شنو وبيكونوا في محطه القطر وهيروحوا لمدينه اوساكا. والبنوته بتقول له ان انت لازم تظبط نفسك شويه عشان انت رايح مدينه جديده ومحدش يعرفك هناك. وبتقول له ان انا مش عايز اقعد اراقبك واطلعك من مشاكل كل شويه. فبطلنا بيقول لها والله بقيت تحبيني يا هبه. والبنوته شنو بتخش تعمل شوبينج وبتجيب حاجات كتير جدا. وبنشوف ان هم اخيرا بيرجعوا وبنشوف ان هم في التاكسي البنوته شنو بتشكر بطلنا عشان هو كان معاها في المده الطويله اللي فاتت. وبطلنا بيقول لها طول ما انت مبسوطه فانا هكون مبسوط. وبيقول لها ان عدى فتره كبيره جدا من ساعه ما انت ابتسمتي يا وليه اخر مره. فالبنوته شنو بتصدم بتقول له تاني. وبنشوف ان هي بتقول لسواق التاكسي ان هو يقف، وبنعرف ان هي نزلت لان هي بتكون قابلت قريبها وبتقول له ولا انت بتعمل ايه هنا؟ انت عندك مدارس وعندك حوارات، ايه اللي جابك؟ والواد بيقول ان هو جه هنا لان ده اول مكان تقريبا البنوته ايشن هتكون وصلت له، وده لما تيجي من طوكيو. وساعتها بطلنا بيشوفه بيقول له اهلا اهلا. وبنعرف ان البنوته ايشن العبيطه جابت النار جنب البنزين. فبنشوف الست دي بتضرب الواد الرخم ده وبتقول له انت بتشرب سجاير يا لا.
وقدامي، وبنعرف ان الست دي هي عمة البنوتة يوشينو، والبنوتة يوشينو اول ما بتشوفها بتقعد تسلم عليها، بس الست بتكون مستغربة من شكل بطلنا ان هو امور جدا، وبتقول لها هو مين الواد الحليوة ده حبيبك، ان بطلنا زي القمر تقريبا ان هي شافته في التلفزيون، والستات كلهم بيكونوا مصدومين برضه من شكل بطلنا، وبطلنا ساعتها بيعرفهم على نفسه بيقول ان هو زميل البنوتة يوشينو في الفصل، وان هو جاي من طوكيو، وبيقعد يعمل الستات الكبيرة دي بشكل كويس، فبنشوف ان عمتها بتضرب الواد شيوما ده بالدار وبتقول لي شاف التربية، يلا شاف التربية مش انت، وبنشوف ان الستات دي بعد كده بيدوا له فلوس، فالبنوته يوشينا بتقول له بتاخد فلوس عشان انت امور، كيف هذا؟ فبطلنا بيقعد يضحك وبيقول انا هخليهم معايا ذكرى، وبنشوف ان البنوته ناو بتكون قاعده مع صاحبتها، وصاحبتها ساعتها بتقعد تسالها على بطلنا، وبنعرف تقريبا ان بطلنا هيروح لها الحفله بتاعتها، وبنشوف اخيرا ان البنوته يوشينا بتكون راجعه بيتها، وبنشوف ان بطلنا بيخش بيدي للناس احترام كبير، وبنشوف ان العمال بيكونوا مستغربين ان ده حفيد الزعيم، وبطلنا بيكون طبعا عمال يتفرج على الاوضه، والبنوته ساعتها بتستغرب ان هو عمال يبص على الاوضه كده بشكل غريب، وبتقول له هو في حاجه ولا غريبه في الاوضه ولا انت مالك انت مروش ليه؟ فبيقول ان هي حلوه، فالبنوته بتقول لنا ولا حلوه ولا حاجه يا عم دي عاديه جدا، وبطلنا ساعتها بيمسك حاجه بيقول لها ايه المتاعه دي مصنوعه من ايه؟ وبنعرف ان هي اللي عملتها ده لما كانت في ابتدائي، فبطلنا بيقعد يشكر فيها وبيقول ان هي حلوه جدا، وبتقول له ان انت لو عايز تاخدها فانت ممكن تاخدها، وبنشوف ان بطلنا بعد كده بيطلع الموبايل بتاعه، وبنشوف ان البنوته ايشن وبطلنا والواد الرخم ده بيكونوا قاعدين بيتمشوا في المدينه بالليل، وبتكون عماله تتفرجوا عليها، والبنوته ايشن بتكون عماله تكلم قريبها وبتكون منفضه البطنه فبتاخد بالها، فساعتها بتساله ايه رايه في الاكل اللي هو اكله، فبنعرف ان هي اصلا شكلها عماله تحاول توازن بين الاثنين عشان ما حدش منهم يدب في التاني ولا يتخانقوا، وبطلنا بيقول بعد كده ان هو هيروح وان هو حجز فندق وان هو هيجي لها بكره الصبح، فالبنوته هيشن بتقول انت ازاي تحجز في فندق يا ولا وانت المفروض ان انت تقعد في البيت عندنا، وبنشوف ان البنوته هيشن والواد شوما بيكونوا قاعدين بيكونوا بيتسوقوا من محل، والواد شوما بنشوف ان هو بيسال البنوته هيشن اذا كان بطلنا شكله كده على طول، وبنشوف ان هو كمان بيقعد يخوفها من بطلنا، والبنوته هيشن اصلا بتقول ان هي مش بتتكلم معاه كتير عشان هو ولا كتوم شويتين، وبنشوف اصلا ان بطلنا في الفندق وخاربها، والبنوته بتساله هو انت اصلا جيت وسكى ليه؟ فبيقول لها بس عشان انت وحشتيني يا وليه، ولما بطلنا بيخش ياخد دش بنشوف ان تليفونه بيقعد يرن، فالبنوته بتاخد بالها ان بطلنا حاطط صوره البنوته يشنو خلفيه على موبايله، وبس كده يا سيدي بنشوف مجموعه بيكونوا قاعدين مع بعض وبيكون شكلهم عصابه، واحد منهم بيقعد يسال هو بطلنا هيكون موجود اصلا ولا لا في المكان اللي هم كانوا متفقين عليه، وبنشوف ان في واحد منهم بيقول ان هو كان طالب من البنوته ناو ان هي تاخده الفندق علشان يجمعوا عليه هناك، وبيقول ان الترتيب ده انا اللي عامله وانتوا شكلكم اصلا عصابه على الله ضعيفه، وبيقعد يحط عليهم وبيقول ان انتوا كنتوا مضروبين وقعدتوا شهر في المستشفى اصلا، وبيطلب منهم ساعتها ان هم لما يقبضوا عليه ان هم ما يقتلوهوش، وبيقول ان احنا هنعمل الكمين ده على الطريقه بتاعتي، وبنشوف واحد وبيكون شعره احمر وبيطلع يمشي، وبيقول ان الزعيم ازامي ده وصل ان انت لازم يا عير ان انت تروح تمسي عليه، وبيسيبه يمشي بعد كده، بس فجاه بنشوف ان البنوته ايشن بتظهر وتكون اصلا قاعده تراقب الموضوع ده كله، وبنشوف ان هي بتكلم بطلنا وبتقول له ان انا خدت بالي من الواد ابو شعر معفن ده لان انا كنت ضرباه قبل كده، وده لما كنا في الفندق، وان انا اي حد كده فقد الوعي فانا مش هنسى شكل امه، وبطلنا ساعتها بيقعد يسالها انت هتهببي ايه دلوقتي، فبنشوف ان هي بتقعد تتقل عليه، وبطلنا ساعتها بيدي البنوته نو ورقه وده علشان هم خلاص هيخرجوا حالا، والبنوته يوشنو بتقول له ان في واحد من الموجودين ده اصلا شكله غريب وانا مش عارفاه وده شعر احمر، فبطلنا اول ما بيسمع الكلام ده بنشوف ان هو بيتخض شويه، وبطلنا ساعتها بيطلب منها ان هي تطلع بره الموضوع ده خالص، وان هو هيقدر ان هو يحل الموضوع ده، وبيقول لها ان في واحد من الموجودين في العصابه دول اصلا ما يعرفش شكلك، وبنشوف ان البنوته يوشنو مره واحده بتاخد دور الزعيمه وبتقول لبطلنا ان انت هتسمع الكلام اللي انا اقول لك عليه يا وله، وبنشوف ان الواد شوما ساعتها بيجي له اتصال من رقم مش معروف، وبيطلع طبعا اللي كلمه هو بطلنا، وبطلنا بيقول له ان انا معايا نمرتك بس انا ما كنتش متوقع ان انا عمري هكلمك بس انا فعليا محتاجك اليومين دول، وبيقول له ان انا والبنوته يوشنو عندنا مشكله صغنونه حبتين كده ان في ناس عايزين يقتلونا، وبيطلب منه ان هو يروح مكان معين وبيديله العنوان، وبيقول له ان البنوته يوشنو هناك، فالواد شوما بيقول له لو حصل لها حاجه لو اتلمست انا هخلي ليلتك غبره، وبطلنا بيقول له عارف والله انا اللي نفسي اشوفك ميت بس انجز وروح، والعصابه بتعرف ان بطلنا خد البنوته ناو واتكل على الله ومشي، وان هم دلوقتي مش موجودين في الفندق وان هم هيراقبوهم في الشارع، وبنشوف ان الواد اللي من العصابه اللي بيكون اسمه اوز بيكون طالع يسلم على زعيم العصابه اصلا، وبيكون عيل صغير وبيكون شكله مرعب، والواد اوز بيكون مستغرب ان العصابه عماله تدور ورا اتنين صغننين اصلا وعماله تصرف فلوس كتير جدا، بس ساعتها زعيم العصابه بيبص له بس بعينيه، فيعني الولا اوز ساعتها رجلي بتخبط في بعض وبيقول له تمام يا ريس اوامرك انا بس بتكلم وان انا هعمل لك اي حاجه انت نفسك فيها، والزعيم بيسيبه ويمشي، وبنشوف ان البنوته يوشنو بتخش على الولا اوز وبتقعد تضحك عليه وبتقول له انت مش فاكرني، بنعرف ان البنوته يوشنو بتكون بتحاول ان هي تخدعه وبتقول له ان احنا كنا مع بعض في الجامعه اصلا وان انا شفتك في حفله هناك، والواد اوز طبعا مش بيكون فاكر بس بتكون عاجباه الصحبه، ولما بيسالها هي بتعمل ايه هنا فبتقول له ان هي اصلا العيله بتاعتها من هنا وان هي في زياره، وبنشوف ان البنوته يوشنو شكلها بتكون عاجباه اصلا وبيقول ان هي اكيد مش مبعوثه من حد وان هي لو كانت مبعوثه من بطلنا فاكيد ان هو كان هيظهر الاول،
وبتتنقل بينا الصورة بعد كده وبنشوف إن البنوتة ناو بتكون مرمية في حتة وبتكون مرعوبة جدا لأن هي بقالها كتير قاعدة لوحدها. وبنشوف فلاش باك وبنشوف إن بطلنا ماسكها وبيكون ساحبها وبيقول لها إن إحنا في خطر دلوقتي، وبيقول لها علشان إحنا في خطر فأنا لازم أحطك في مكان تكوني آمنة فيه، وإن أنت لازم تتحلي بالصبر هناك، وإن في حد هيجي، وإن لو سألك بس عن مكاني فأنت عليك إن أنت تديله الموبايل بتاعك. وبنعرف إن في الموبايل ده يكون في المكان بتاع الGPS بتاع البنوتة ايشينو. وبتقعد تترجى بطلنا إن هي مالهاش دعوة بأي حاجة وبتقعد تتمنى إن هي ما تشوفش بطلنا. بس بنشوف مرة واحدة إن الباب بيتفتح عليها وبيظهر ولد نشومة وبيكون مستغرب من البنوتة اللي هو شايفها قدامه أصلا. والبنوتة ناو بتكون مرعوبة منه بس بتديله الموبايل وبتقعد تقول له إن أنا ماليش دعوة بأي حاجة. بس بنشوف إن الواد شومة طبعا ما بيصدقهاش وبيروح ساحبها. وبنشوف مرة واحدة إن أفراد العصابة بتكون وصلت أصلا للمكان، وساعتها أفراد العصابة بيسألوا الواد شومة عن بطلنا. واحد من أفراد العصابة بيقول إن أنتوا لازم تلاقوا الولا كيروشيما، وإن أنتوا لازم كمان تقتلوه وإن أنتوا تقتلوا البنوتة يوشن. فساعتها بنشوف إن الولا شومة بيوجه ضربة حيرة طايرة بتيجي في وش الراجل وبتطيره. بيقول له يا معفن أنت ما تقدرش تقول اسم البنوتة يوشن على بقك، ده أنا هقتلك. وبنلاقي ساعتها إن أفراد العصابة بيطلعوا يهجموا على الولا شومة، بس السفاح بنشوف إن هو بيقدر يتفادى الهجمات كلها وبيدي له واحدة بالرجل في بطنه. بنشوف إن هو بيرقده وبنلاقي إن هو لما بيطلع يهجم عليه تاني الولا شومة بيقدر إن هو يتفادى الواد اللي وراه وبيخليهم هما الاتنين يضربوا بعض، وبيدي الواد اللي قدامه ده لكمة قوية جدا في بطنه وبيلبسه التانية في وشه. والبنوتة ناوية يا عيني بتكون عمالة تتفرج على الكلام ده كله وبتكون مرعوبة من قوة الولا شومة. بس بنشوف مرة واحدة إن الولا أبو شعر أحمر بيظهر في المكان. الولا شومة بيطلع مرة واحدة وبنشوف إن هو بيسحب البنوتة ناو في إيده، والولا أبو شعر أحمر بيقول له يا عم أنت مش مستعنيني ولا إيه؟ هو أنا شفاف قدامك؟ وبيسأل الولا شومة بيقول له وأنت الولا كروشيما؟ فساعتها الولا شومة بيقول له يا عم فكك مني يا عم. بس بالله إن الولا أبو شعر أحمر ده ساعتها بيوجه له ضربة وبتكون قوية جدا وبيقول له يا معفن يعني أنت ما استعنتنيش. فساعتها الولا شومة بيقول له يا ويلك يا ويلك. وبتتنقل بينا الصورة بعد كده وبنشوف إن البنوتة يوشينو بتكون قاعدة مع الولا وزل من أفراد العصابة وبتكون عمالة تسكره زي العبيط. هو بيكون خروف وعمال يشرب وبيكون متدرمغ أصلا. وبنشوف إن هو بيطلب منها ساعتها إن هو يروح الحمام لأن شكله أصلا عايز يرجع. بس بيجي له ساعتها اتصال من أفراد العصابة وبنشوف إن هو بيقول إن بطلنا كيروشيما قدر إن هو يهرب وإن هو بعت لهم مكانه في الخريطة وإن هو هياخد أفراد العصابة كلهم ويطلعوا عليه. والبنوتة يوشينو أصلا بتكون عمالة تتصنت عليهم والولوز بعد كده بيطلع يجري في المكان. وبنشوف بعد كده إن البنوتة يوشينو بتكلم بطلنا وبتقول له انت عملت ايه يا عم؟ انت عملت ايه؟ انا قلت لك على شويه حاجات وانت ما عملتهاش. وبتقول له ان انت لو كنت عملت الكلام اللي انا قلت لك عليه كان زمان خلصنا من زمان ومحدش بيمشي وراك. وبطلنا بيقول بس ان انا كان معايا شويه حاجات كان لازم اخلصها وان انا طلبت منه ولا شوم ان هو اصلا ان هو يروح للمكان ده. فساعتها البنوتة يوشينو بتقول له انت دخلت الولا شومة ليه في الحوار؟ دخلته ليه؟ فبطلنا بيقول لها ما انا ما اعرفش اي حد في مدينه اوساكا دي غيره فكان لازم ادخله، هسيب نفسي كده يعني واحنا بنلعب على ارض غريبه، هو اول حد جه في دماغي. فالبنوتة يوشينو بتقول له انت لو فضلت تلعب معاه كده هتتاذى وهيقتلك هيقتلك. وبنشوف ان البنوتة يوشينو بتقول له يا عم انت شخص غريب وجيت المدينه وخاربها. وساعتها بطلنا بيعترف لها بحبه وبقول لها انت الحب، وايه رايك ان انا عيد ميلادي الجاي ال 18 ان انا اتجوزك اصلا؟ فساعتها البنوتة يوشينو بتقول له ايه يا معفن اللي انت بتقوله ده وده وقته ده وقته. وبنشوف ان هما بيتراهنوا هما الاتنين مع بعض وبطلنا بيقول ان انا لو قدرت اخلص الكلام ده كله في 24 ساعه وان انا لو اتاخرت وان انا لو حصل لي حاجه فهكون خسران، بس لو انا فزت فانت هتكوني حبيبتي. فالبنوتة يوشينو بتقول له الرهان كده مش نافع وده كده الرهان على حاجه واحده. فبتقول له ان انت لو قدرت ان انت تخلص الموضوع ده اصلا كله قبل 24 ساعه وقدرت تسبقني انا ساعتها بس هخليك حبيبي. والبنوتة بتقول له انا هساعدك شويه وانت علشان تفوز فانت لازم تشوف مكان تقدر ان انت تقاتل فيه واحد لواحد وربنا معاك بقى بعد كده. وبنشوف ان افراد العصابه بيكونوا وصلوا المكان اللي اصلا بطلنا كان بعتهم ليه وبيكونوا مستغربين هو اصلا ليه بعتهم للمكان ده. وساعتها زعيم العصابه بيقول لهم ان احنا لازم ننفصل لمجموعتين علشان نقدر ندور عليه في المكان ده كله. وبنشوف ساعتها ان البنوتة يوشينو بتكون وصلت المكان اصلا وبتكون مستغربه جدا لان المكان اللي بطلنا كان بعته له اصلا كان زحمه جدا. وبنشوف فلاش باك لما البنوتة يوشينو كانت بتتفق مع بطلنا اصلا وبيقول لها ان انا اصلا حاطط المكان ده عشان هو كبير وزحمه فهم لازم ان هم ينفصلوا ساعتها ويفرقوا قوتهم. والبنوتة يوشينو بتقول له يا عبيط انا قلت لك ان انت لازم ما يتوبتش عليك ما يتوبتش عليك ركز. فبطلنا بيقول لها اصلا ده اللي هيحصل وان هم هيظهروا في خلال 10 دقايق بالكتير وان انا ساعتها اعمل معاهم الصح. والبنوتة يوشينو مش بتكون متاكده ان بطلنا يقدر يعمل حاجه لان المكان زحمه جدا. وبطلنا اصلا كان بيقول لها في الفلاش باك ان هي لو عايزه تيجي فهي ممكن تيجي بس لازم تكون مستخبيه عشان الموضوع هيكون صعب شويتين. وبنلاحظ ان البنوتة يوشينو بدات تشوف افراد العصابه فبتطلع تجري وراهم علشان تقدر تلحقهم وتشوف إيه اللي هيحصل. وافراد العصابه بيكونوا متضايقين جدا بسبب الزحمه دي وبيقولوا ان احنا لو فضلنا نتحرك كده فاحنا هنلاقي المجموعه التانيه ومش هنلاقي اي حد اصلا وان احنا مستحيل ان احنا نلاقيه في الزحمه دي كلها. ونشوف ان واحد من العصابه يامر اتنين منهم انهم يروحوا يدوروا في الغابات اللي حواليهم بس الاتنين بيكونوا متضايقين جدا لان هم اصلا بيكونوا مش عارفين شكل بطلنا. ولا بطلنا ساعتها مره واحده بيهجم على واحد منهم وبيقدر يطلعه بره الحوار خالص وبيروح ضرب التاني.
بنشوف ان هو بيهجم على التاني وبيقدر ان هو يوقع السكينه منه وبياخدها، وبنشوف ان هو بيكتفه وبيقدر ان هو يثبته بيها، وبيقول له تعال يا ولد تعال، اقول ارفع يدك، اقول ما ابغى يدك على الارض. فبنشوف ساعتها ان الواد على طول بيسمع الكلام، وبطلنا كيروشيما ساعتها بيقعد يهدده بيقول له انت لو عملت اي حاجه انا هفور لك وشك اللي انت فرحان بيه ده. وساعتها بيحاول ان هو ياخد منه معلومات وبيقول له باقي كام واحد يا ولا، وان انت لازم تقول لي. وبتتنقل بينا الصوره وبنشوف ان الواد الطري بيكون بيسد زي ما العصابه، وبيقول له انت رايح فين، فبنشوف ان زي ما العصابه بيقول له نزل يدك، اقول نزل يدك هقول. فساعتها الواد الطري بيقول له انت عبيط ياد ولا ايه، انت اصلا داخل مكان هو اللي محددهولك، انت عبيط. يقعد يقول ان دايما زعماء العصابه بيكونوا هبطوا واغبياء، فزي ما العصابه بيشد بيقول له انا هوريك دلوقتي مين الاغبياء، واخدك ورا مصنع الكراسي وهنشوف. وبيقول للشباب اللي معاه ان هم لازم يكملوا تدوير، وان هو هيتعمل معاه الحيوان ده بس شويتين. وبنشوف ان الواد الطري ساعتها بيقعد يهدد زي ما العصابه، وبيقول له ان الزعيم الزامي ساعتها مش هيسيبك. فساعتها زي ما العصابه بيقول له ان الواد يا زامي ده مجرد واحد من الياكوزا، وانا اصلا ما بحبش الياكوزا، ودول ضعفاء ما لهمش اي فايده. بنوته يوشينو بتكون شايفاهم اصلا وبتكون بتحاول توصل لمكان تقدر ان هي تراقبهم منه. ونشوف ان الولد الطري ساعتها بيقول له زعيم العصابه ان انتوا مجرد فراخ للزعيم ازمي ده اصلا، وان هو مش مهتم بيكوا. وبنشوف ان هو بيبتدي يحكي عن بدايه تعرفهم ببعض، وبيقول ان من سنه كان في مجموعه من الناس كانوا عمالين يبتزوني، ودول كانوا اصلا من الياكوزا، وان معروف ان عشان تحل بعض مشاكل الياكوزا فانت محتاج ياكوزا كمان عشان يحلوا المشكله. والولد الطري بيقعد يحكي بيقول ان انا كنت متضايق جدا عشان ابويا ساعتها كان هيوريني الويل لو عرف ان انا معايا حوار مع الياكوزا. وبنشوف فلاش باك ساعتها على الموضوع ده، وبنشوف ساعتها ان الزعيم زي ما بيكون راح للولد الطري ده وبيقول له انت عايزني اخلص لك الحوار اللي انت فيه. والولد الطري بيكون مش عارف ازاي ما الزعيم عارف اصلا بالموضوع ده، بس الموضوع اللي كان مخيف ان اصلا الولد الطري طلب منه ان هو يخلص الموضوع على قد ما يقدر. بس بيقول ان في اقل من اسبوع كل الناس اللي كانوا بيستهدفوني، مش بس الناس اللي كانت بتستهدفني، ده حتى افراد العيله بتاعتهم والقاده بتاعتهم كلهم اختفوا، وانا لحد دلوقتي ما حدش عارف هم اختفوا ولا اتذبحوا. والواد الطري بيقول ان بعد كده عدى سنه كامله وانا ما شفتش الزعيم فيها، حتى ان هو ما تواصلش معايا عشان الفلوس. وبيقول ان هو لسه ظاهر من شويه وان هو طلب مني معروف، وبيقول ان هو غريب جدا وان هو مش قادر يفهم شخصيته لان هو مش بيحب الفلوس ولا بيحب الحريم، ومحدش فاهم هو بيحب ايه في ليله امه دي. وبيقعد يقول لي زي ما العصابه ان هو اصلا بيستغلكوا بس، وان انتوا مجرد اوباش بالنسبه له. بس بالله انا زي ما العصابه ساعتها بيكون اتضايق من الكلام ده، فيروح ماسك الواد الطري ومديله بالروسيه وكسر له مناخيره، وبيكون حاسس ساعتها ان هو بيتراقب، فبيقعد يزعق بيقول اللي بيراقبه ان انت لازم تمشي من هنا يا حيوان انجلع. وبنشوف ان في تليفون بيكون جه لحد من العصابه، وبيكون من الاتنين اللي كانوا دخلوا الغابه. واحد منهم بيقول ان الولا كيروشيما موجود في الحمامات اللي موجوده في مدخل المحطه، وبيقول له ان الشخص اللي كان معايا الولا كيروشيما قدر ان هو يخلص عليه وانا مستخبي دلوقتي. وبنشوف ان الولا اللي بيتكلم ده بيكون عنده شويه مخ وبيقول له انت اكيد دلوقتي مش لوحدك. فبطلنا ساعتها بياخد التليفون وبيقعد يضحك وبيقول له انا ما توقعتش ان انت تكون الغباء ده كله، بس بيقول له ان الولا اللي في ايدي ده اصلا ما بيكدبش وانا موجود في الحمامات. بقول لك انا هبعت لك اللوكيشن على الواتساب، وبيكون مستهتر بيه جدا فبيبعته له فعلا. وبطلنا كيروشيما ساعتها بيقعد يقول ان انتوا كتير جدا وانا لازم اجمعكم عشان اقدر اخلص عليكم، وبيقعد يفخمها في نفسه بيقول ان انتوا شويه حيوانات وان انتوا مش هتقدروا ان انتوا تهزموني. وبيقول لهم ان انا لما هزمتكم المره اللي فاتت كان المفروض ان انا اخلص عليكم وان اخليكم ان انتوا تسافروا بره البلد، بس انا عشان رحيم وقلبي رهيف فانا خليتكم في البلد، وفي مقابل الخدمه اللي انا عملتها لكم دي انتوا عايزين تقتلوني، ده انا هطلع وانزل واخربها لكم. وبطلنا بيقول اللي بيكلموا من العصابه ان انتوا لازم تنجزوا عشان انا بدات هزهق، وبيقفل السكه في وشه. وبزعم العصابه يقعد يزعق على اللي كان قاعد بيراقبه، وبيكون فاكر ان هو ولدنا كيروشيما. بس بنشوف مره واحده ان البنوته يوشينو بتظهر له وبتقول له والله لك وحشه يا ولا، وان انا اخر مره شفتك كنت مرقداك، وبتقول له انتوا بتعملوا ايه في اوساكا. فبنشوف ان زي ما العصابه بيقعد يهددها بيقول لها ان انا ماليش اي دعم، وبيقول لها انا مش خايف من جدك ولا من العيله بتاعتك. والبنوته يوشينو ساعتها بتقول له انت جاي لوحدك والفريق بتاعك كله مش حواليك، انت شكلك جاي تجرب المستشفيات عندنا لان مستشفيات طوكيو ما كانتش عاجباك. فزي ما العصابه ساعتها بيبرز السلاح وبيقول لها انت فاكره نفسك مين يا معفنه، وبيكون لسه يهجم عليها بس بنشوف ان الكهرباء كلها بتتقطع مره واحده وده في المكان كله. البنوته يوشينو بتشوف انها بتهجم على زعيم العصابه ده بجذع شجره كان في ايدها وبتلبسه له في وشه، وبتكون ضربه قويه جدا لدرجه ان هي بتكسر الجذع ده. بس زعيم العصابه بنشوف ان هو بيلبسها بوكس بشماله وبيرميها على الارض وبيقول لها انت هتموتي ناو حالا. فساعتها البنوته يوشينو بتقول له ايه ده الولد كيروشيما وراك، وبص العصفوره. فالعبيط بيبص فبالله ان البنوته يوشينو قامت وخدت ديلها في اسنانها وطلعت تجري مره واحده. فالولد العبيط بنشوف انه بيطلع يجري وراها، بالله ان افراد العصابه اصلا بيكونوا موجودين وسط الناس والدنيا ضلمه على الناس كلها ومش شايفين اي حاجه، بس بطلنا بيقدر ان هو يبغت بيهجم عليهم واحد ورا واحد وده في الضلمه. وافراد العصابه بيكونوا متضايقين انهم مش قادرين يشوفوا اي حاجه ولا عارفين الهجوم جاي لهم منين، والسفاح بيقدر ان هو يخلص عليهم. وبنشوف ان هو بيكون بيهجم على اخر اتنين باين له وبيلبس واحد في بطنه وهو بياخده يلزقه هو اللي وراه في الشجره اللي وراهم، ولما بيجي واحد يمسكه بيقدر ان هو يفلت منه وبيديها له في وشه. ولما واحد من المضروبين بيجي يهجم عليه بنشوف ان هو بيستخدم تقنيه اغماء عاليه جدا
وبيقدر ان هو يثبته. بس بالله ان ازاي مزامي وصل للمكان، وبتتنقل بينا الصوره للبنوته يوشينو، وبتكون عماله تهرب من زعيم العصابه، وبتكون مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين، وبتكون بتفكر انها تطلع على الشرطه، وبتقعد تفكر في اي حاجه هي ممكن تستخدمها اصلا عشان تقدر انها تهرب منه. وبطلنا بيكون مش عارف مين اللي قدامه ده، بس بيقول له انت اكيد المسؤول عن الحمله اللي شغاله عليا، وبيقول له ان الموضوع كان رخم شويه ان في شخص عمال يراقبني وده من طوكيو لاساكا. وبطلنا بيقول له ان انا عارف ان انت كنت موجود، بس انا مش عارف انت عايز مني ايه بالظبط. بس بنشوف ان زي ما زمان بيكون عمال يسال عن البنوته وشنو، فساعتها ولدنا بيقعد يضحك عليه وبيقول له يعني انت عامل الحوار ده كله علشان بنوته، وبيكون لسه يمشي عشان البنوته وشنو مش موجوده. بس بالله ان ولدنا بيكون راح له وقدر ان هو يمسك ايده، وبيقول له ان البنوته وشنو في زيها كتير جدا. بس الولد زمان بيقول ان انا معايا حوار مع البنوته وشنو وان انا لازم اخلصه معاها. بس بالله مره واحده ان العركه بدات، وولدنا بيوجه ضربه قويه جدا برجله، بس الولد زاوي ده بنشوف ان هو بيقدر يصدها، ولما بيهجم على ولدنا بالكوع بيقدر برضه ان هو يصدها. وبنشوف ان العركه بتكون قويه جدا بين الاثنين وتقريبا بتكون متكافئه. وبنشوف ان ساعتها ولدنا بيطلع سلاح من معاه وبيطلع يهجم بيه على الولد عزامي. بنشوف ان ولدنا كيروشيما بيقدر ان هو يقطع الكمامه اللي الواد ده كان لابسها. فساعتها بطلنا بيعرفه وبيقول له انت ايه اللي جابك يا ولا يا عزامي هنا. فبنشوف ان الواد ده ساعتها بيتعصب وبيروح باعت بطلنا. وبنشوف ان بطلنا بيقول للزعيم عزامي ان شويه الركش اللي انت كنت جايبهم دول زمانهم مرميين على الارض، وان الشرطه هتوصل خلاص، وان انت لازم تجمعهم وتاخدهم قبل ما الشرطه توصل، ولا انت عايز ان احنا نكمل العركه دي لحد ما واحد فينا يموت. وبنشوف ان الزعيم عزامي ساعتها بيمشي وبيقول لبطلنا ان انت لازم تسلم لي على البنوته يوشينو. عزامي ساعتها بيقعد يقول لبطلنا انت فاكر نفسك ان انت الكل في الكل وانت اصلا على الله، وبيسيبه بعد كده وبيمشي. والبنوته يوشينو بتكون عماله تهرب برضه من زعيم العصابه ده، وبتكون مش عارفه تهرب منه. وبنشوف ان هي بتكون قدرت ان هي تنط سور غريب، وزعيم العصابه بيكون وصل للسور ده ومش عارف هي راحت فين ولا اختفت ازاي، وبيكون بيحاول ان هو يدور عليها حوالينه، وبيقعد يقول لها يا معفنه يعني انت كنت عماله تشتمي ودلوقتي انت مستخبيه زي الفيران. بس بنشوف ان البنوته يوشينو بتكون سرقت عجله وبتنط بيها من مكان عالي، وبتقدر ان هي تلبسها له في وشه، وبتقعد تقول له انا اسفه جدا، اسفه اسفه اسفه، بس انت شكلك هتبات في المستشفى تاني، وشكل صحتك بتيجي على المستشفيات يا ولا. وبتبتدي بعد كده ان هي تكهربه، والصوره بتتنقل بينا للعركه اللي كانت دايره بين الولا شومه والولا المعفن ابو شعر احمر. ولما الولا ابو شعر احمر بيهجم على ولدنا شومه بالرجل، بنشوف ان ولدنا بيقدر ان هو يمسكها وبيهبده في الحيطه، وبيحاول ان هو يكسر عليه ازازه خمره بس ما بيعرفش. ولما الولد الاحمر ده بيحاول ان هو يثبته، بنشوف ان ولدنا شومه بيقدر ان هو يفلت منها، وبيقعد يقول له انت شكلك يا ولا معفن من طوكيو. فالولد ابو شعر احمر بيقول له انا ما بحبش الياكوزا عشان كل حاجه بيقعدوا يقسموها لمناطق وحاجات غثيثه، والله غثيث. وبنشوف ان الولد شومه ساعتها بيستخدم حركه بهلوانيه وبيقدر يرمي الولد ابو شعر احمر ده في الزباله. بس مره واحده بنشوف ان تليفون الولد ابو شعر احمر بيرن، فبيقول للولد شومه بس دقيقتين دقيقتين بس هرد ونكمل العركه، تايم اوت تايم اوت. وبنشوف ان هو بيقعد يشتم في الزعيم عزامي بعد كده علشان هو خلاص مروح. وبنشوف ان هو بيكون خلاص هيمشي، بيقول لي ولدنا شومه ان انت لو قلت لي تاني يا ابو شعر احمر انا هقتلك يا ولد. وساعتها ولدنا شومه بيقول له وانت كنت عايز ايه من ولدنا كيروشيما؟ فبيقول له انا ما اعرفوش اصلا وان انا جاي هنا في شغل. وبيقول له انت فاكر ان انا هاجي المكان ده كله علشان شويه مجرمين معفنين؟ وبيسال الولد شومه ساعتها وبيقول له انت شكلك من عيله رجيا، بس للاسف انت متدني الدرجه جدا ومترتب تحت خالص، فعلشان كده انت مش عارف اللي بيحصل. وساعتها ولدنا شومه بيساله بيقول له هو ايه اللي بيحصل؟ فبيقول له ان في نزاعات كتيره جدا هتحصل بين اعضاء الياكوزا الفتره اللي جايه والدنيا هتتغربل، فان انت احسن لك ان انت تبعد عن الياكوزا اليومين دول. وبيقول له ان ولدنا كيروشيما جزء من الحوار، وبنشوف ان بعد كده بيسيبه ويمشي. وزعيم العصابه اللي بيكون اسمه اوز بيكون عمال يجيب دم من مناخيره، وده بسبب الكهرباء اللي البنوته يشنو كانت عماله تمشيها فيه، وكانت ممسكه السلك عريان. بس بالله اصلا ان ولدنا كيروشيما موجود معاها وبيقول له ما تيجي نرقص دانس يا روح امك. وبنشوف ولدنا بعد كده هو والبنوته يشنو بيكونوا قاعدين، وولدنا مره واحده بيطلع ابره وبيقول لها تعالي بس تعالي انا هخيط لك الجيبه اللي اتقطعت دي عشان في وراك باينه. فالبنوته بتقول له ابعد كده يا عم وانت اصلا جبت الابره دي منين؟ وولدنا بيقول لها ان انا كمان جبت لك شويه من التلج علشان تحطيه على وشك اللي شكله مضروب ده. وبيقرب منها بعد كده وبنشوف ان هو بياخده في حضنها بيقول لها مين العبيط مين العبيط اللي يضرب وش حلو زي كده. والبنوته بتقول له شوف مين اللي بيتكلم ده، انت دعكت الولد اللي كان موجود. وبنشوف في الفلاش باك ان ولدنا كان راكب على الواد ونزل فيه دعك، وبنلاقي ان الولد اوز بيكون موجود بيقول له انا موجود يا جماعه يا جماعه انا موجود، انتوا مش فوت النوم هنا. البنوته يشنو ساعتها بتعرفه بنفسها وبتقول له انسى بقى الهبل اللي كان حاصل، وبتقول له انت اكيد عارف الولد كيروشيما. وولدنا ساعتها بيقعد يرخم عليه وبيقول له البنوته انا مش موجوده دلوقتي فانت ممكن تقول كل حاجه. فالبنوته يشنو بتستغرب ساعتها علشان ولدنا اصلا كان السبب ان هو يهددها. وبالله ان البنوته يشنو ساعتها بتبتدي تقول المعلومات عنه، وبتقول ان الولد كيروشيما اصلا ما قدرش ان هو يعرف اماكنكم، بس انا كنت براقبكم لما شفت ان في عربيه كانت شايله نمر طوكيو، فضلت امشي وراها بعد كده ولما وقفت عرفت اللي نزل منها دول كلهم كانوا افراد العصابه. وبتقول ان انا ما كنتش عارفه هم موجودين ليه اصلا، بس طول ما هم موجودين هنا فهم اكيد عايزين الولد كيروشيما.
فبتقول علشان كده انا اتصلت بيه بقى اخيرا. ولادنا ساعتها بيقول لها طب بعد ما انت اتصلت بيا عرفت ازاي ان انت تخليهم موجودين في الفندق؟ فبتقول له والله ما عملتش حاجه، انا ما عملتش، انا قلت له بس تعالى نشرب كاسين كاسين. وبنشوف ان الولد الطري ده بيقول ان البنوته ناو اصلا كانت تعرف البنوته يشنو، وان هما لما بدأوا يقربوا من بعض. وفي اللحظه دي بنشوف ان الولد شوما جاي وبيكون مع البنوته ناو، ولما بيقرب منهم بنشوف ان البنوته ناو ساعتها بتمسكه وبتقول له استنى شويه بس. وبنشوف ان الولد الطري ساعتها بيقول ان هو والبنوته ناو كانوا متصاحبين. وبنشوف ان ولدنا ساعتها بيقعد يفخم في الولد ده وبيقول له ان انت خاربها وبتعمل اي حاجه بس ما بتسيبش وراك اي دليل. وبيقول له ان انا كنت عمال ادور لك على مدخل بس ما كنتش لاقي. وبعد كده بنشوف ان ولدنا كيروشيما بيقول له ان انت اصلا ابوك عنده سجل نضيف جدا وما فيهوش اي حاجه، وان هو بيدير شركه كبيره جدا، وان الحاج امك دي عباره عن مذيعه. وبعد كده بنشوف ان هو بيشغل له فيلم، والفيلم ده مش بيكون تمام وبيكون امه فيه وحاجه استغفر الله خالص. فعلى طول بنشوف ان الولد الطري ده ساعتها بيمسك التليفون وبيرميه على الارض يكسره. فساعتها ولدنا بيقعد يرخم عليه وبيقول له ما تخافش ده ما كانش انا اصلا، بس انا اللي رتبت كل الدنيا دي. وبعد كده بيقول له ان كل الناس اللي جم علشان يتخلصوا مني كلهم راحوا في داهيه ومش باقي غيرك. هو ولدنا بيهدده بعد كده وبيقول له ان انت لازم تتخلص من كل حاجه معاك كنت بتهدد بيها البنوته ناو، وان انت لازم ما تتصلش بيها تاني. وبعد كده بيقول له بعد ما تعمل بقى يا ريس الكلام ده كله انا هفكر اعمل ايه بالسيديهات، سيديهاتك معايا وسيديهات امك. فبنشوف ان الولد الطري ده ساعتها بيقول ان انت فاكر نفسك ان انت فزت يا معفن، انا هطلع على الشرطه وابلغ ان انت بتهددني ومش هتعرف تعمل اي حاجه. وتتوقع ان هم يصدقوا مين؟ واحد اهله محترمين زيي ولا واحد اهله كلهم من زعماء العصابات ومن احفاد الياكوزا؟ فبنلاقي ساعتها ان البنوته ايشن بتكلمه بتقول له ده انا اللي هبوظ لك حياتك يا معفن، وان احنا مجرد ما نروح الشرطه فانا اقول ان انت حاولت ان انت تديني شويه مشروبات وانا اصلا قاصر. ولا الطري ساعتها بيستغرب يقول لها قاصر منين انت؟ قاصر ازاي انت؟ فالبنوته ايشن على طول بتطلع له البطاقه بتقول له قاصر يا عم قلت اقل من 18 انت احول. والبنوته ايشن ساعتها بتقعد تهدده وبتقول له انت اصلا ما تقدرش تبوظ حياتي، لان الناس اللي حياتهم بتبوظ دول اللي هم اصلا بيكونوا خايفين على حاجه بس انا خرباها ومش خايفه، وان انت لو فكرت بس انا هخلص عليك. وولدنا على طول بيخش على نفس الخط وبيقول لي انا اصلا مش عايز اسيبك بعد كل اللي انت عملته، بس الاحسن ان احنا لازم نتفق مع بعض. فبنشوف ساعتها ان اخيرا الولد الطري ده بيهدى بيقول لهم انا موافق. وبنلاقي مره واحده ان البنوته ناو بتظهر وبتكون اصلا عماله تصور الكلام ده كله، وبتتنقل بينا الصوره بعد كده للبنوته يوشينو وبتكون ماشيه مع الولا شوما وبتكون عماله ترخم عليه علشان شكله مضروب. وساعتها بنشوف العربيه اللي البنوته يوشينو كانت بتستخدمها، والولا شوما بيقول لها ايه العربيه الحقيره دي؟ ما لقيتيش عربيه انضف من كده. وبعد كده بنشوف ان الولا شوما بيقول لها ان انا اتصلت بيكي كتير فانت ما ردتيش ليه على التليفون. فبنشوف ان البنوته يوشينو بتعتذر منه، فبتقول له انا اصلا ما كنتش متوقعه ان الولا كريشيما يدخلك في الحوار بتاعنا ده كله، انا اصلا عارفه ان انت مجنون ومفيش اي حاجه تقدر تاثر عليك، وانا ما كنتش متوقعه ان انت تتضرب كده. فالولا شوما ساعتها بيمسكها من دماغها فبتقول له بهزر انتوا ما بتهزروش. ولما البنوته يشنو بتساله عن اللي ضربوه فبيقول ان كان فيهم اصلا 3 كانوا زباله، وان كان في شخص منهم تقريبا كان من الياكوزا وتقريبا بيكون قصده على الواد ابو شعر احمر. وبيقول لها ان الولا اوز الطري ده ابوه عنده شركه كبيره جدا، وبيقول ان شغلهم داخل فيه علاقات مع ابو الولا كيروشيما. ولا شوما ساعتها بيقول البنوته يشن ان لازم تقول له على كل حاجه حصلت. تتنقل بينا الصوره بعد كده مع البنوته ناو وبتكون ماشيه مع ولدنا، وبنشوف ولدنا بعد كده بيكون بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش لان الولا اوز الطري ده مش هيجي ناحيتك تاني. والبنوته ناو ساعتها بترخم عليه وبتقول له انا مش متخيله اصلا ازاي البنوته يشن ومستحملاك لحد دلوقتي. ولدنا بيقول لها انا بس عايز اسالك سؤال، وبيسالها بعد كده وبيقول لها ان انت اصلا كنت مع البنوته يشن في المدرسه هي ما جابتش سيرتي قبل كده. فبتقول له انت قصدك ايه؟ فبيقول لها قصدي اي حاجه ما جابتش سيرتي وخلاص حتى لو شتمتني. فالبنوته ناو بتقول له انت شكلك عبيط ومتخلف، وبتقول له ان هي قالت ان انت واحد من معارفها بس، وبتقعد تقول له بعد كده ان البنوته يشنو دي اصلا شكلها مش ذوقك وان هي عبيطه. فولادنا ساعتها بيقول لها ان انت شاطره في كل حاجه بتعرفي تعمليها. فبنشوف ان البنوته ناو ساعتها على طول بتروح لطشاه بالقلم. بعد كده بنشوف ان هي فاتت وبتقول له انت شكلك قاصد ان انت تستفزني يا ولا، وتقريبا ده اصلا بيكون هدف بطلنا بيحب الضرب. والبنوته نو بتطلب من ولدنا انه ما يتواصلش معاها تاني ولا يكلمها. وفجاه بنشوف ان البنوته يشنو بتكون وصلت لولدنا، فلما البنوته نو بتشوفها مش بتكون طايقاها اصلا وبتقول لسواق التاكسي ان هو يتكل على الله. ولما ولدنا بيروح للبنوته يشنو بيسالها بعد كده على ولا شومه، فبتقول ان هو روح علشان هو كان معاه حوار لازم يخلصه. وبنشوف ولدنا ساعتها بيقرب منها وبيقول لها ان انت لازم ترتاحي، فبتقول له ان انا كويسه ومفيش اي حاجه وانت مدي الموضوع اكبر من حجمه بكتير. وبنشوف ولدنا بعد كده بيعتذر البنوته يشنو، بس بنشوف ان هي بتقول له ان انا عارفه انت عبيت ايه بس لو عملت كده تاني انا هخلص عليك. فلما بيتمشي ولدنا بيقول لها ان انا كنت متوقع ان انت هتتضايقي مني اكتر من كده. وبنشوف ان ولدنا اصلا كان عارف ان البنوته يشنو بتراقبه، فالبنوته بتستغرب اصلا من ان بطلنا قال لها الكلام ده وان هو كان عارف ان هي بتراقبه.
وبيقول لها ان عربيه نص نقل تركن قدام الفندق وده في ساعه الصبح اصلا وتكون مفيمه، ده لازم يخلي اي حد يقلق. فالبنوته بتقول له ان انا كنت براقبك لمده 5 ساعات، ولما خرجت بعد كده كانت معاك البنوته ناو، فاكيد ما كنتوش قاعدين بتلعبوا صلح فوق. وبتقول له ان انا شفتها بعد كده في الكليه فعرفت ان انت بتدبر حاجه. فولادنا بيقول لا والله نبيهه والله نبيهه. فالبنوته بتقول له انت اللي غبي يا عم غبي. وولادنا اصلا بيعرف ان البنوته يشنو حتى جاز تعقب ليه، وبيقول لها ان انت اول ما عرفتي مكاني كان اول حاجه جت في دماغي هي الهديه اللي انت كنت جايباها لي. وبنعرف ان البنوته يشنو اشترت الجهاز ده وخيطته له في الهديه. وبتساله بعد كده وبتقول له ما دام انت كنت عارف ان فيها جهاز تعقب فانت ما رميتهاش ليه؟ فولادنا بيقول لها ليه؟ والبنوته يشنو بتقول له انا ما كنتش عارفه انت بتحبني ولا لا، بس بتقول له انت لو كنت بتحبني فعلا فاكيد انت كنت هتخلي الهديه دي معاك. وبتقول له انا كنت متوقع ان انت هترميها اصلا، بس شكلك وجعت يا وله. فولادنا بيقولوا ان انا فكرت كتير ان انا اصلا اتخلص منها وان انا ارميها، بس بيني وبينك انا ما قدرتش ان انا ارميها علشان دي اول هديه اصلا منك. والبنوته عشان وبنشوف ان هي بتسال ولادنا وبتقول له هو انت حاسس بايه ناحيتي؟ فولادنا بيقول لها انا ممكن اقول لك بس انت اهم حاجه ما تتضايقيش. فبتقول له على حسب انت هتنيل تقول ايه. فبنشوف ان ولدنا بيكون حنين وبيقرب منها وبيمسك شعرها، فبيقول لها ان انت دماغك دي انا نفسي امسكها والبسها في الحيطه ننزل سوفت جديد. فبنشوف ان البنوته ايش انه بتمسكها له وبتقول له لا انت عايز تتخانق عليه. فبنشوف ان هو على طول بينزل ايده وبيمسك رقبتها وبيقول لها انا احيانا بكون بحبك جدا واحيانا بكون نفسي اجيب دماغك افلقها. فالبنوته بتقول له ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهبل ده؟ دول حاجتين عكس بعض جدا، بس بيني وبينك انا احب ان انت تحبني. ولادنا بعد كده بيكون فرحان جدا وبيقول لها ان انت اصلا زمان ما كنتش بتهتم بيا نهائي وان انا ما كنتش عارف اصلا انا احب ايه علشان اعجبك. وبيقول لها بعد كده انا لما عرفت ان انت حاطه شريحه الجي بي اس دي علشان تمشي ورايا فانا كنت مبسوط جدا. وبيقول لها انا احب ان انت تكرهيني بدل ما اكونش اصلا في دماغك وان ده ممكن يخلينا مع بعض. وبعد كده بنشوف ان ولادنا بيقعد يفكرها بالرهان اللي كان بينهم ان هو لو خلص على العصابه دي قبل نص الليل ان هي هتكون صاحبته. وبيقول لها انت اصلا ما كنتش متوقعه ولا بتفكري في الموضوع. بنشوف ان البنوته يشنو بتكون اتجننت والبنوته بتقول له احنا هنلعب حجر ورا مقص على الخسران. فبتقعد تقول له احنا لو كنا دخلنا في عركه فانت اكيد هتفوز وانت شكلك اذكى مني فاحنا هنلعب حجر ورا مقص واللي عاجبه بقى. وبطلنا طبعا علشان هو مغبول بيوافق وبيقول يلا بينا. والبنوته بتقعد تمدح في نفسها بتقول ان انا محترفه وتقول ان اغلب الناس لما بيلعبوا بيعملوا الحجر وده معناه ان الورقه عندها اكبر فرصه فوز واكيد ان الولد المعفن ده عارف كل المعلومات دي فبتقول ان اكيد احسن حاجه. وبنشوف ان هي مره واحده بتستخدم المقص فبتخسر وده طبعا بسبب الذكاء الزياده. فولادنا ساعتها بيكون مبسوط جدا وبيقول من اليوم ورايح انا حبيب البنوته يوشنو. فالبنوته يوشنو بتقول لي لا مش هنحسب الكلام ده واحنا هنلعب من 3 ولا اقول لك احنا هنلعب اللي احسن من 3. وبتتنقل صورة بعد كده نشوف البنوتة يشرب ده زيارة لأبر أبوها وجدها بيقول لها إن أبوكي ده كان جبان وإن هو حتى ما كانش بيحب يشرب. وبنعرف إن الأب ده مات بدري جدا بس كان متجوز وهو صغير عشان كده جاب البنوتة يشرب وإن هي تقريبا كده من سنة تتجوز. ولما بتضرب عينها ورا بتشوف ولدنا كيروشيما موجود فساعتها بتكون محرجة جدا وبنشوف إن جدها بيقرب منها وبيقعد يقول لها وأنت حاطة مكياج يا ولية ومين اللي مشطب لك وشك كده. والبنوتة يشرب ماشية بعد كده مع قريبتها وبتقول إن هي مبسوطة إن المكياج اللي هي حطاه ما خلاش جدها يعرف ان وشها مضروب ومتشلفط. فربيتها بترخم عليها وبتقول لها طب ده بالنسبه طب السنه اللي طايره هنعمل فيها ايه دي ازاي؟ فالبنوته ايشن ساعتها بتقول ان انا لازم ازور دكتور سنان عشان الموضوع ده. فساعتها على طول بنشوف ان ولدنا بيظهر وبيقول لها انا كمان وانا وشي متشلف وانا كمان برضه عايز ازور دكتور سنان. وساعتها ربيتها برضه بترخم عليها وبتقول لها ان انت ما ينفعش ان انت تتعصبي لان ساعتها المكياج هيسيح والولا شوما ساعتها بيظهر. والبنوته ايشن بتقول ان هو شكله متضايق جدا فبيرد عليها بيقول لها مين ده اللي متضايق يا وليه؟ انا ولا زعلان ولا حاجه. فساعتها ريبه البنات يشنو تقول يا دوبك انتوا فتحتوا بقكم نائر ونقير مولودين فوق راس بعض مش هتبطلوا خناقه بقى. فبعد كده الولد شوما بيسيبها وبيقعد يرخم على البنوته ريبتها فبتقول له ساعتها ان الرجاله اللي موجودين هنا فظيعه ما تتعاشرش. والبنوته يشنو بتقول له بطلنا ان انت ما تتدخلش ان هم متعودين على الموضوع ده دايما وان هم على طول بيقعدوا يشتموا في بعض. ده بسبب ان ولدنا شوما اول مره يشوفها كان دخل عليها الحمام وهما الاتنين مالت والدنيا كانت بايظه خالص ما بينهم من ساعتها. وولدنا بعد كده بنشوف ان هو بيقرب من البنوته يشنو بس بيقرب منها جامد وبيقول لها ان في رمش بس كان واقع من عينك فعشان كده كنت بشيلهولك. فساعتها الولد شوما بيتضايق جدا وبيروح ماسك البنوته يشنو من ايدها وبيروح شاددها علشان يحركه. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده وبنشوف ان ولدنا والبنوته يشنو بيكونوا في حفله ببيت جدها وجدها ساعتها بيقعد يكلم ولدنا وبيقول له ان انت شبه جدك بالظبط وان الموضوع ده عامل لي ارتكاريه.
فلما البنوته ريشنو بتقول له اللي انت بتقوله ده ما ينفعش ان انت تقوله، فبيقول لها بصي بس للموضوع من ناحيتي، الولد ده شبه صاحبي وبيحب حفيدتي، فالموضوع مش داخل في دماغي. وساعتها الجد بيرخم على ولدنا وبيقول له انت بتحب البنوته ريشنو؟ فولدنا على طول بيقول ان انا بعشقها وان انا ما فيش اي حد مالي عيني غير البنوته ريشنو. فساعتها البنوته بتكون محرجه جدا وبتقول له بس يا ولا بس، والبنوته ريشنو ساعتها بتعزم على ولدنا ان هو يشرب. فساعتها الجد بيقول تقريبا ان هو ما بيشربش. فالبنوته ريشنو بتقول له مين ده اللي ما بيشرب؟ مين ده؟ فولدنا بيقول اني انا ما بشربش يا على البراءه. البنوته ريشنو ساعتها بتسال جدها وانت عرفت الحاجات دي كلها؟ فبيقول لها ان انا عارف جده كويس جدا وان جده اصلا ما بيشربش وان هو عمره ما سكر. وبنشوف ان الجد بيحكي حكايه كانت ما بينه وما بين جد بطلنا، وان هو قلب منه اول عربيه هو اشتراها وان هو ما قالوش اصلا. بس النبيه طبعا طلع ما كانش بيعرف يسوق فراح نازل بيها في الميه ساعتها. وبيقول لها ان انا بعد كده جبت له عجله مكانها. فلما البنوته ريشنو ساعتها بتساله وتقول له طب هو ايه اللي حصل بعد كده؟ بيقول لها ان هي كانت نفس رده الفعل بتاعت ولدنا، ان هو كان عمال يضحك كده وان هو قعد يضحك كتير جدا وبعد كده نزل فيها دعك. وبيقول لها ان جد الولد ده كان سفاح وما كانش حد بيقدر يهزمه لا في اي عركه ولا في القمار ولا حتى في حجر ورا مقص. فالبنوته ريشنو بتقول حجر ورا مقص على اللي حصل. نشوف ان المساعد بتاع الجد بيوصل، فجدها بيقول لها ان انا لازم انا عندي شويه حوارات لازم اخلصها وان لو الناس طولوا هنا فانت لازم تمشيهم. وبنشوف ان الجد لما بيعدي جنب الولا شومه بيقول له ان انا عايزك تحت. ولما ولدنا بعد كده بيروح للجد علشان يتكلم معاه، ولدنا بياخد باله ان في اثار دم موجوده في المكان. فساعتها الجد بيقول له ان انت ما بتاخدش بالك ده شويه دم بس نزل من شومه. وبعد كده بيساله بيقول له هو انت ليه عينك شكلها مضروب كده؟ فولدنا بيقول ان انا اتخانقت بس شويه مع الولا شومه. ولما الجد بيسال بطلنا وطلنا ما بيرضاش يرد وبيقعد يهرتل باي كلام. فالجد بيقول له ان حتى الولا شومه قال نفس الكلام ده مش عايز يقول السبب. وبيساله بعد كده بيقول له وانت كنت بتعمل ايه في مدينه اوساكا من كام يوم؟ فولدنا بيقول له ان انا كان بس معايا حوار وكان لازم اخلصه. فالجد ساعتها بيقول له يعني انت ما كانش عندك اي حوار لازم تخلصه غير في اوساكا؟ فبيعتذر ساعتها بطلنا. فبنشوف ان الجد على طول بيديله بالبوكس في وشه وبيمسكه من رقبته بيقول له انت لازم تقول لي الحقيقه كلها. فبنشوف بعد كده ان ولدنا بيبتدي ان هو يحكي له انه كان في ناس كانوا بيضايقوا واحده صاحبتي فانا كان لازم اتصرف. فالجد ساعتها بيقول له طب الحاجات اللي انت عمال تقولها دي اكيد البنوته ريشنو كانت في النص ما بينها. فساعتها ولدنا بيتأسف بس الجد طبعا ما بيفرقش معاه الكلام ده كله وبينزل ضرب في ولدنا. وده لحد ما ولدنا بيكون جاب جاز خالص وبيقعد على الارض. الجد بيقول له انت فاكر نفسك ده انت حتى شلت كل الادله اللي موجوده في الجنينه، حتى كاميرات المراقبه ما قدرتش ان هي تطلع اي حاجه. فالجد ساعتها بيقول له انت شكلك صايع ومدقدق في الشغلانه ده، حتى انت ما اكلتش اي حاجه وما شربتش غير شويه شاي علشان ما ترجعش وانت بتتضرب. وبيقول له بعد كده انت مش عايز تقول لي حاجه. فبطلنا ساعتها بيقول له ان انا قلت لك كل الحاجه. بعد كده بنشوف ان الجد بيطلب من بطلنا ان هو لازم ان هو يخلي باله من البنوته ريشنو اكتر من كده. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده مع البنوته ريشنو وبنشوف ان قريبتها بتكون عماله تسالها هو انت قلت ليه ولا شوما اني خلاص ارتبطت مع ولدنا كيروشيما؟ البنوته ريشنو بتقول لها ان انا بس بخرج معاه دلوقتي وان انا مصاحبها علشان كان في رهان بيننا وان انا خسرت. وبنشوف ان البنوته قريبتها بتقعد تخوفها بتقول لها ان تقريبا ولدنا كيروشيما زير نساء وانت على الله خالص. فالبنوته ريشنو مش بتكون فاهمه فبتقول لها ان هو تقريبا هيفضل يقرب منك لحد ما تكوني مع بعض اخيرا. فالبنوته ريشنو بتقول اكيد لا ده مش هيحصل، هو اكيد مصاحب بنات كتير. وبنشوف ان البنوته ريشنو بعد كده بتقول سر وان هي ما خرجتش مع ولدنا علشان دافع الحب ولا حاجه. وبعد كده بنشوف ان هي بتقول ان الولا شوما ده لما انا بكون موجود العنف بتاعه بيقل جدا مهما كان متعصب، بس ولدنا كيروشيما مجنون وتصرفاته محدش بيعرفها. بتسال بعد كده هو موجود فين؟ بتنقل بينا الصوره وبيشوف ان ولدنا شوما بيكون في جنينه وقاعد بيشرب له سيجاره. فولدنا كيروشيما مفسد اللذات وهادم الاحلام بيوصل وبيطلب من الولا شوما ان هو ياخد سيجاره منه، بس الولا شوما المتغطرس ما بيعبروش اصلا وبيسيبه ويمشي. فولدنا مره واحده بحركه خفه يد بيروح خبطه وبيروح مقلبه في السجاير والولاعه. ولما ولدنا بيشرب السيجاره بيقول له ان هي معفنه يا ولا يا عم اشتري حاجه حلوه. فالولا شوما بنشوف ان هو بيمسك ايد بطلنا وبيحاول ان هو ياخد. ساعتها ولدنا بيرجع له العلبه والولاعه. ولما الولا شوما بيبتدي يمشي بنشوف ان ولدنا كيروشيما بيبتدي ان هو يرخم عليه وبيقول له ان انا خلاص بقيت مصاحب البنوته ريشنو وان انا بخرج معاها. ويبتدي يلعب بمخ الولا شوما وبيقول له ان انت كان المفروض ان انت تلاحظ ان في شخص دايما بيكون جنب البنوته ريشنو ولما الشخص ده انشغل انت كنت موجود وفي الاخر انا اللي بقيت موجود. وبعد كده ولدنا بيقول للولا شوما ان هم اصلا بيستغلوه. فالولا شوما بيقول له ان انت عبيط وان انت الوحيد اللي فاهم كده وان محدش فينا بيتم استغلاله. وولدنا بيقعد يرخم عليه وبيقول له ان انت تقريبا كلب مدرب، انت بتكون مش طايقني ومولع مني بس برضه وما تقدرش تضربني، وده كله بس عشان البنوته ريشنو موجوده وان انت تعتبر كلب مدرب ما بتعملش اي حاجه غير باذن سيدك يا ولا. من ولدنا كريشو بيقعد يرخم عليه برضه وبيقول له طب ايه رايك نبتدي العركه دلوقتي؟ وبيقول له ان البنوته ريشنو دي اختارتني لو ما اختارتكش انت. ساعتها الولا شوما اول ما بيسمع الكلمتين دول الدم والضغط عنده بيفوروا وبيروح هاجم على ولدنا وبيروح ملبسه بوكس في وشه. بتتنقل بينا الصوره بعد كده البيت البنوته ريشنو وبتكون قاعده مع قريبتها وبتكون
بتحاول تحدد اماكن الولا شومة وبطلنا كيروشيما علشان هي مش عارفه توصل لهم، فالجي بي اس بيجيب لهم ان هما الاتنين موجودين في جنينه. فالبنوته يوشيما ساعتها بتسحب السلاح ويقول ان انا لازم اروح هناك، وبنرجع للعركه اللي كانت دايره دي وبنشوف ان بطلنا ساعتها بيروح قالب الولا شومة على الارض، بس الولا شومة بيقدر ان هو يتفادى الهجمه اللي بعديها وبيروح ملبس بطلنا بالبوكس في وشه، والعركه بتكون قويه جدا بس تقريبا هي شبه متكافئه. فكيروشيما السفاح بنشوف ان هو بيطلع سلاح وبيرمي له الولا شومة وبيقول له انا سرقته من بيت البنوته يوشيما. فالولا شومة بيقول له ان انت بتسرق من بيوت الناس وبعد كده تقعد تتكلم انت هتتخبر. والولا شومة بيكون ادرج وبيحط رجله في الرمل وبيروح راميها على ولدنا علشان ما يخليه ما يشوفش الهجوم، بس ولدنا السفاح برضه بيقدر ان هو يمسك ايد الولا شومة وبنشوف ان هما بيكونوا ماسكين بعض. ومره واحده بنشوف ان البنوته يوشيما بتكون نطه في الهواء بسلاح وعايزه تنزل عليهم هما الاتنين تفرتكهم، وولدنا شومة بنشوف ان هو بيقدر يصد الهجوم بتاعها بايده، بس يعني البنوته رجلها بتتلوي فبتقع على الارض. ولما ولدنا كيروشيما بيحاول ان هو يعالج لها رجلها بنشوف ان هي بتلبسها له في وشه، بنشوف ان البنوته يوشيما بتقول لبطلنا ان الزراير بتاعتك اتقطعت فانت لازم تدور عليها، وقريبه البنوته يوشيما بتيجي وبتديها الزراير. فالبنوته يوشيما بتقول لهم ان انتوا الاتنين لازم تقلعوا القمصان بتاعتكم وكل واحد هيخيط قميص التاني. ونعرف ان دي الطريقه اللي البنوته يوشيما كانت بتقدر ان هي تسيطر بيها على الولا شومة، لان الولا شومة ده كان بيحب يتخانق مع الناس كلها. ولما بتمد ايدها بلدنا كيروشيما علشان يبتدي ان هو يخيط بنشوف ان ولدنا اصلا ما بيتحركش. البنوته يوشيما بتقول والله شكلك انت اصلا اللي بدات الحوار، وان الولا شومة ده مع انه عرباجي بس هو مش هيعمل حاجه. فالبنوته يوشيما بتقول للولا شومة ان انت لازم تضربني، فلما بيضربها على قورتها بتقول له يا راجل مش كده يا راجل مش بالغباوه دي. والبنوته يوشيما بنشوف ان هي بتقول لولدنا كيروشيما ان انت كل سؤال ما تجاوبش عليه انا هخلي الولا شومة يضربني. فولدنا كيروشيما بيقول ان ده اللي انا كنت بقول عنه وان انا مستحيل ان اضربك. فالبنوته يوشيما بتقول ان انا اصلا طالبه من الولا شومة ان هو يضربني. فولدنا بيقول ان حتى لو انت كنت طلبتي وانا برضه ما كنتش هضربك. والبنوته يوشيما ساعتها بتسال ولادنا وبتقول له انت قلت ايه بقى يا ريس للولا شومة عشان تبتدوا العركه دي؟ فبيقول لها ان انا قلت له بس ان احنا بقينا نحب بعض وان خلاص بقينا نخرج سوا. والبنوته يوشيما بنشوف ان هي بتقول لبطلنا انت عارف انا ليه دلوقتي بقيت موافقه ان انت تكون حبيبي وان انا اخرج معاك؟ فولادنا ساعتها بيقول لها كده عشان انا فزت في الرهان. فبتقول له ما فيش الكلام ده، كل الحوار بس ان انا والولا شومة ده احنا اصحاب من زمان وبقالنا كتير جدا موجودين مع بعض، فانا حبيت بس ان انت تكون حبيبي علشان نقدر ان احنا نوازن الامور. والبنوته يوشيما بنشوف ان هي بتطلب بعد كده من قريبتها ان هي تاخد الولا كيروشيما وتمشي عشان هي عايزه تقعد تتكلم مع الولا شومة شو. والبنوته يوشيما ساعتها بتكون بتتكلم مع الولا شومة وبتقول ان انت حتى هدومك كلها متقطعه وان انت شكلك متضايق جدا، انت مالك متضايق انت فاكر ان انا هتجوزه ولا ايه؟ فالولا شومة بيقول لها ان انا زهقت بس من كل الحوارات دي كلها. وبنشوف ان البنوته يوشيما بتبتدي ان هي ترخم على الولا شومة بتقول له ان انت اصلا كان عندك حبيبه، بيقول لها ان احنا انفصلنا اصلا. بنشوف ان البنوته يوشيما بتقعد تقول انا المفروض بقى اتجوز. فولادنا شومة بيقول لها ان انت هتتجوزي اول واحد يقدر ان هو يقتل. فبتتصدم وبتقول له انت بتحبني يا ولا؟ البنوته يوشيما ساعتها بتحط ايده على ظهره وبتقول له ان احنا لو قعدنا نجمع فلوس كتير جدا دلوقتي فاحنا لما نكبر هيكون معانا فلوس كتير. فالولا شومة ساعتها على طول بيستغل الفرصه وبيمد ايده وبيقول لها ان الحياه معاك هتكون ممتعه جدا. فيعني البنوته ساعتها بتقول له انت بس لو عاوز كده فانت لازم تبطل دخان لان ريحتك سجاير وانا ما بحبهاش. وبتتنقل بينا الصوره وبنشوف ان البنوته يوشينو بتكون تعبانه عشان كانت لسه مسافره لطوكيو، وولدنا بيروح لها بعد كده بيقول لها تعال انا هشيل لك الشنطه هشيلها لك. بس البنوته يوشينو بتكون متضايقه منه وبتقول له اتكل على الله يلا، وبتبص في الساعه وبتقول خلاص الوقت بدأ ونعرف بعد كده هيكون قصدها ايه. وولدنا تاني يوم بيكون عمال يدور على البنوته يوشينو وبيكون مش لاقيها، بس بيعرف بعد كده ان هي راحت المدرسه مع المساعد الجديد بتاعها. وولدنا بيروح لها بعد كده الفصل وبيحاول ان هو يتكلم معاها بس من اللي بتمشي من جنبه وما بتعبروش اصلا. وولدنا طبعا بيكون مستغرب من المعامله الزباله دي وبيقعد يتكلم معاها في كل حته، بس برضه البنوته بتكون مسقعه له خالص ومش بترد عليه. ولما بيوصلوا البيت بنشوف ان البنوته يوشينو بتقعد تسلم على المساعد الجديد بتاعها وبتشكره علشان هو تعب النهارده ووصلها للمدرسه. وبنشوف انها بتهزأ بطلنا وبتكون معتبره ان هو مش موجود اصلا. فالمساعد ساعتها بيسأل ولدنا بيقول له انت هببتي ايه هببتي ايه شكلك خربتها يا ولد. فولدنا بيقعد يفتكر سبب الخناقه اصلا وان هو كان خاربها وان هي كانت قالت له ان احنا هنتكلم في الحوار ده لما نرجع طوكيو. فولدنا بقلب حنين بنشوف ان هو بيكلم قريبتها وبيقول لها قريبتك مصدره لي الطرشه على الاخر ومنفضاني وده مش اسلوب، وان انا عمال ارن الجرس عليها بس هي ما بتعملش اي حاجه. فقريبتها بنشوف ان هي بتهدي الجو بتقول له ان انت لازم تبعد عنها دلوقتي ولازم تسيبها شويه، وبتقول له ان انت غلطان علشان انت كنت رافع السلاح وكان معاك سكينه فهي اكيد متضايقه منك، بس بتقول له ان دي قريبتي واكيد هتعدي الموضوع انا عارفاها وانت عليك تستنى لحد الوقت ده. وبتقول له ان برضه الولا شومة برضه لما كان بيضايقها كانت بتعمل معاه نفس الموضوع ده. وبنشوف ان هي بتقفل علشان الجد دي يكون عايزها. وبنشوف تاني يوم الصبح ان ولدنا بيكون عمال يرن عليها الجرس وبيقول لها عملت لك الاكل اللي انت بتحبيه بس كالعاده ما بتفتحلوش. فساعتها بيخش على المساعد بتاعه وبيقول له ان احنا عايزين ناخد شويه حاجات من المطبخ، وبعد كده بيرجع للبنوته يشن وبعد ما بيكون حضر الحلويات وبيقول لها انا اعمل لك حاجات حلوه يا سكر. وبيرجع بعد كده برضه للمساعد وبياخد حاجات اكتر وبنلاقي ان هو بيعمل لها بعد كده تورته وبيروح يخبط عليها علشان يصالحها. وولدنا بعد كده بيروح يصيح للراجل الاجرع
وبيقول له إن عنده أكتر من 48 ساعة والبنوتة منفضة لي على الآخر وأنا مش عارف أعمل إيه. وبنشوف إن المساعدين كلهم بيكونوا مستغربين من كمية الأكل اللي موجودة دي واللي بيكون ولدنا أصلا طبخها لها. وولدنا بيقعد يصيح وبيقول إن أنا خايف إن الموضوع ده يطول ويقعد أكتر من شهر وساعتها أنا هتجنن. وولدنا بعد كده بيكون برضه عمال يخبط عليها بس بنشوف إن الدنيا بتمطر. وولدنا بيكون قاعد بره البيت بس بنشوف إن البنوتة شنو بتفتح الباب بعد كده وبتقول له ولدنا أنت بتهبب إيه يا ولا؟ واللي مقعدك بره. بس ولدنا بيكون شايف قدامه بنوتة زي القمر وبنشوف إن موبايل البنوتة يشرب وبعد كده بيقعد يرن وبتقول إن الوقت كده زمانه خلص خلاص. وبتقول له إن أنا كنت عاملة منبه لمدة 3 أيام إن إحنا ما نتكلمش إن دلوقتي الوقت خلص. فولادنا بيسأل دلوقتي بيقول لها هو خلاص كده الحوار خلص أخيرا. فبتقول له إن الاهتمام ما بيطلبش وأنت المفروض تكون عارف أنت هبت إيه. فبيقول لها والله أنا عملت بلاوي كتير فأنت عايزاني أعتذر عن أي بلوى. فبتقول له إنه من دلوقتي ورايح فأنت ما تتصلش بيه ولا شومة من غير إذني ويا ريت ما تتصلش أصلا. وبتقول له كمان إن أنت لو شفته فما ينفعش إن أنت تتخانق معاه أبدا. فاهم يا ولا مش فاهم؟ وبتقول له إن أنا عارفة إن أنت أصلا بتحبني أنا واقعد أزعق فيك وأتخانق معاك فعلشان كده أنا كنت حابة إن إحنا ما نتكلمش الفترة اللي فاتت. أمال كنت هأذيك بإيه؟ فولادنا بيقول لها إن أنتِ لازم إن أنتِ ما تعمليش كده معايا تاني. بس هي بتهدده وبتقول له إن أنا لو عملت كده فمش هيكون 3 أيام بس وهاخربها. وبنشوف إن البنوتة شنو بتقعد تنشف بطنها بسبب إنه كان قاعد وكانت الدنيا عمالة تمطر عليه. وبتقول له إن أنت كده هتعيا يا ولا. وبتقول له إن بعد كده أي حد عايز يضايقك أو عايز يعمل معاك أي حوار فأنت ما تدخلش أي حد غريب وبالذات ما تدخلش شومة وما تدخلش حد غيري وأنا بس اللي مسؤولة عنك. وبنشوف ولادنا ساعتها بينتهز الفرصة بيقول لها إن أنت كده هتتبلي وبيروح حاضنها وشايلها من على الأرض. وولادنا بقلب حنين بيقعد يعاكسها وبيقول لها إن أنا المفروض إن أنا أقعد أبُص عليكِ كده طول اليوم، وده من جمالِك، وبيقول لها أنا باشبّع على الفستان العسل ده، مش ده الفستان اللي أنا كنت شاريته لِك. وبيقعدوا بعد كده يتكلموا وبنشوف إن البنوتة إيشن وبتقعد تشكر بطلنا على الهدوم اللي هو كان جابها لها، وبتقول له إن أغلب الهدايا اللي بتجيني أنا باحافظ عليها، علشان ممكن بعد كده أتصرّف فيها لمّا أنت تخرب الدنيا ونكون محتاجين فلوس عشان أنا عارفاك. فساعتها ولدنا بيعجبه الكلام ده بيقول لها هو أنتِ ما قُلتيش الكلام ده لأي حد غيري. فبتقول له إن أنا ما عنديش أي حد خارب حياته زيك، وأكيد هنكون محتاجين الفلوس دي بعد كده. فولادنا بيقول لها يعني الكلام ده مش على الولا شومة. فبتقول له إن الولا شومة بيعرف يتصرف دايما كويس هو بيخربهاش زيك وإن هو أحسن منك في الحتة دي. فولادنا ساعتها بنشوف إن هو بيقعد يشكر في الولا شومة وبيقعد يقول إن هو فعلا بيجتهد في العمل وإن الناس كلها بتحبه سواء كانوا كبار أو كانوا صغيرين. ولادنا بيقول بعد كده إن مفيش أي حد بيحبني زيه وإن أنا ما عنديش صحاب فعلشان كده أنا ما ينفعش إن أنا أكون ياكوزا. وولادنا بيعكسها بعد كده وبيقول لها إن أحلى حاجة أصلا في حياتي كلها هو الوقت اللي أنا باقعده معاكِ. وولادنا بيقول لها إن أنا حاولت فعلًا إن أنا يكون عندي صحاب، وإن أنا قعدت أخطط علشان أعمل كده، بس في النهاية ما حدش عبّرني. وولادنا بيقول للبنوتة هيشون إن أنا كان نفسي إن أنتِ تكوني معايا في كل مراحل المدارس، وإن أنتِ تكوني صاحبة طفولتي. فالبنوتة بترد عليه وبتقول له إن أنت دلوقتي أصلًا حبيبي، ودي مرتبة أعلى يا أهبل. وبتقول له إن إحنا المفروض دلوقتي إن إحنا نخرج في موعد، وبتقول له إن أنا عمري ما خرجت في حاجة زي كده قبل كده، وأنت خاربها طول عمرك. وولادنا بنشوف إن هو بيقعد بيقول للبنوتة هيشون ما تجيبي كده إيدِك، وأنا عايز أمسكها. وبنشوف إن ولدنا ساعتها بيقعد يمسك إيديها وبيقول لها إن أنتِ إيديكِ باردة جدًا. فبتقول له: "ما فيش الكلام ده، أنت اللي إيديك دافية وشكلها كبير، وبعدين إيه الغرز اللي في إيديك دي يا ولا؟" والبنوتة عشان بتطلّع له كريم وبتقول له إن أنت إيدك خشنة جدًا وأنت لازم تستخدمه، دي مش إيد بني آدمين. ولمّا ولدنا بيمسك إيديها بنشوف إن البنوتة عشان بتحس بإحساس غريب جدًا وبتكون أول مرّة حسيته، فبتروح ملبسة ولدنا بالروسية. وبنشوف إن الأخبار بتكون عمّالة تتكلم على حادثة لسه حاصلة، والحادثة دي بتكون لحد من عيلة البنوتة ايشينو، والشرطة بتقول إن ده أصلًا مش من فعل الياكوزا. بس لمّا ولدنا بييجي بنشوف إن هو بيقرّب من البنوتة ايشينو جامد فبتقول له: "يا عم مسافة، مسافة." وبنشوف إن البنوتة ايشينو بتكلم الولا شيما بتكون عايزة تطمن عليه، فبيرد عليها وبيكون نايم، والولا شيما بيقول لها إن الموضوع أصلًا مش مهم. فبنشوف ولدنا الرخم على طول بيروح فاتح الspeaker وبيقول له إن أنت متأكد إن الموضوع مش مهم وإنه خلص خلاص، وبيقول لها إن ده كان انقلاب من أحد العوائل الفرعية، بس دي تعتبر خناقات صغار، وإن الناس الكبيرة هتقعد وهتصفي الدنيا دي كلها. وبيقول لها إن ده أكيد شأن داخلي، وبنعرف إن زعيم واحدة من عائلات الياكوزا لسه مقبوض عليه من ييجي شهر، وتقريبًا ده السبب في كل اللي بيحصل وكل الهرجلة اللي حاصلة في العوائل. وبنشوف اجتماع بيكون بين عائلات الياكوزا وجد البنوتة ايشينو بيكون قاعد وسطيه. وبنشوف بعد كده إن جد البنوتة ايشينو بيمشي، بس زعيم العصابة التانية شكله بيكون أصفراني وبيكون بيدبر حاجة غريبة. وبنلاقيه بيكلم بعد كده زعيم عصابة تانية وده شكله بيكون الراس الكبيرة وبيقول له إن أنت لازم تتبع التعليمات بتاعتي. وبنلاقي إن هو بيطلب منه الإذن إن هو يخلص على جد البنوتة ايشينو وإن هو دايما كان بيقف في طريقه. بس بنلاقي إن الراس الكبيرة ده بيقول له إن أنت ما تجيش ناحية جد البنوتة ايشينو، وبعد كده بيقفل السكة. وبنلاقي إن زعيم العصابة ده الهدوم بتاعته بيكون عليها أثر دم. وبتتنقل بينا الصورة بعد كده وبنشوف إن الواد أبو شعر أحمر يخش على الواد اللي كان مدبر الدنيا كلها في الحلقات اللي فاتت بيكون مضروب ومرمي على الأرض. فالواد أبو شعر أحمر بيقول له أدي آخرة اللي هيلعب مع حفيدة حد من الياكوزا، وبيكون قصده عن بنوتة هيشيمو طبعا، وبيقول له إن أنت خربها أنت كمان. وبنشوف إن هو بيدي له ورقة والورقة دي بتكون موعد اختبار لو حد عايز يخش المدرسة بتاعت البنوتة هيشينو. فيا ترى الواد ده بيكون بيدبر يعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الجاية.
سيدي يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا، ما تنسانيش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا ما تنساش تكتب لي 50.